شلون ما في صوت على اليوتيوب على اليوتيوب في صوت يا اخوان؟ اتمنى بس على اليوتيوب والفيسبوك في صوت. افتحوا لنا القسطات بس مشان يخبرونا الاخوه. طيب مرة أخرى أسعد الله مساءكم كل الأخوة والأخوات اللي دخلوا معنا اللايف، لأنه الصوت يبدو كان ما في على اليوتيوب. الآن جاء الصوت. امبارح تحدثنا بموضوع هام للغاية، الفتوى الصادرة من علي خامنائي بتحريم الأسلحة النووية في إيران. طبعا لها دلالات كبيرة جدا وما شفناها كثير بالإعلام بصراحة، ما تحدثت في قنوات إعلامية بشكل كبير. لكن الساسة الإيرانيين كانوا معترضين كثير على الفتوى وحاولوا إقناع علي خامنائي بإلغاء تلك الفتوى، لكن ما رجع إن الفتوى تبعيته نهائيا علي خامنائي، لأنه عارف إنه الوضع ذاهب في إيران إلى كارثة في حال تعنت بالمطالب تبعيته النووية، وعاند الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، لأنه المشروع واضح كان أنه في قرار دولي بإنهاء إيران. طبعا اليوم كمان شفنا ابن شه إيران ابن علي بهلوي، شفناه بالكونغرس الأمريكي. اليوم، يعني امبارح انا حكيت هذا الحديث، اليوم كان بالكونغرس الامريكي مع المعارضه الايرانيه. فيبدو انه في تجهيز شيء هام للغايه بالنسبه لايران، في تجهيز شيء كبير جدا بالنسبه لايران. طبعا ما شفنا على وسائل الاخباريه بشكل كبير، على بعض الصحف الامريكيه، وذكروا انه في زياره، لكن بعد ما بحثنا انه هو التقى مين من اعضاء الكونغرس، طبعا وهو هام للغايه، لانك هون بتعرف انت مين هم اللي التقى معاهم، مين اللي لهم ادوار، شو بيشتغلوا هدول بالضبط، فحتى لتعرف انت شو المغزى من اللقاء. يعني اذا واحد التقى بلجنه الامن القومي، فانت بتعرف انه المساله متعلقه بالامن القومي الامريكي، وتقدر تطلع منها بعض الأمور الهامة للغاية. إذا التقى باللجنة الاقتصادية مثلا، إذا التقى باللجنة العسكرية مثلا، إذا التقى هون، أنت بتعرف من دون ما يكون في أخبار نهائيا. وما بيقولوا لك التقى باللجنة العسكرية، لا، بيقولوا لك التقى بالكونغرس العضو الفلاني والفلاني والفلاني، بس أنت لحالك بترجع لمهام هاي الشخصيات الموجودة عن طريقة أنت بتطلع مباشرة وتعرف أنه شو سبب اللقاء هذا. إذا كان مجتمع مع لجنة التسليح، إذن هناك عمل عسكري قادم. إذا كان مجتمع مع لجنة الاقتصاد، معناته هناك في عمل اقتصادي قادم. إذا كان مجتمع مع أعضاء بالكونغرس الأمريكي من مهامهم مثلا الأمن القومي الأمريكي، نفهم أنه في مسائل أمنية بهذا الموضوع، وهكذا. على كل، طبعا هو اجتمع باللجنة العسكرية واللجنة المالية الاقتصادية، اجتمعوا باللجنة المالية واللجنة العسكرية. فمن هون بتعرف أنه هناك ربما يكون موضوع عسكري بالموضوع، لكن الموضوع الاقتصادي، الشخصيات اللي تقابل معهم هي شخصيات اقتصادية أكثر. إذن هناك عقوبات قادمة لإيران في حال إيران ما نفذت كل المطلوب منها على أكمل وجه، وراح تكون عقوبات قاسية وكبيرة جدا، وكما وعد فيها ترامب. طبعا مثل ما قلنا لكم، صدرت فتوى. المشكلة الرئيسية بالنسبة لكل الخلاف اللي كان موجود بالنسبة لإيران هي إيش؟ تفعيل اليورانيوم المخصب، اللي طلع تقارير السنة اللي فاتت أنه وصلوا إلى نسبة ما تقارب 83% من نسبة تخصيب الأورانيوم. طبعا النسبة التي تحتاج لصناعة الأسلحة النووية بدأت توصل فوق 90 و92 و93% لحتى يقدروا يصنعوا قنبلة نووية. طبعا المشرعين الإيرانيين أو البرلمانيين الإيرانيين طلبوا من علي خامنئي تسريع مسألة حصولهم على القنبلة النووية بشكل عاجل الآن، لكن علي خامنئي رفض وأصدر فتوى بتحريم الأسلحة النووية.
فالمشرعين أو البرلمانيين اللي كانوا مع علي خامنئي حثوه، قالوا له إذا ما امتلكنا القنبلة النووية فنحن وجودنا كإيران دولة في خطر. وهنا الخطر لا يكمن في وجود دولة إيران، لا، هو النظام السياسي في إيران. فلذلك أصدر علي خامنئي الفتوى هاي بإيش؟ بإنهاء الملف النووي بشكل نهائي. ونحن راح نشوف بالفترة القادمة بعد ما صدرت هاي الفتوى أكيد يعني شفنا طبعا تصريحات ترامب أو أيضا خلال الفترة اللي فاتت كلياتها، وكانت تصريحاته نارية جدا في الحملة الانتخابية ضد إيران، وأنه سينهي إيران بشكل كامل. لكن بعد ما استلم بدأ الحديث بإيش؟ بموضوع أنه إيران ممكن أن نتعامل معها سياسيا، وإيران ممكن أنه تتجاوب معنا، وما نحتاج إلى عملية عسكرية مع إيران بشكل كامل. وهذا أعطاهم الضوء الأخضر في حال إيران غيرت من سلوكها وغيرت من نظامها السياسي الموجود في إيران، هناك أمل أنه يتعامل معها الأمريكان والغرب بطريقة ليست عنيفة، ومو من الضرورة أيضا ينهوا النظام السياسي الموجود اللي هو متمثل بالأعضاء الموجودين حاليا. فلذلك راح نشوف بالفترة القادمة، وأنا حكيت لكم هاي قبل أساسا تصريحات ترامب وقبل تصريحات الحملة الانتخابية حتى، وقلت لكم إيران هي دولة ذكية، إيران مو مثل الأتراك. إيران أنا أعتقد شخصيا، وهذا كان تحليل شخصي مني أنا، أنه إيران سوف تقوم بتغيير نفسها بنفسها، يعني وحتى تقوم بتقسيم نفسها أيضا إلى فيدراليات أو كونفدراليات حسب ما مطلوب منها، من دون عملية عسكرية كبيرة جدا. وبعد أعتقد أنه أغلبيتكم تذكروا هذا الكلام، أعتقد أنه تذكروا هذا الكلام اللي حكيت لكم إياه. وكان وقتها الصراع مع حزب الله ومع الأذرع الإيرانية بكامل قوته وقتها، لكن هنا السياسة لا أنظر عليها بمنظور واحد نهائيا أو بزاوية واحدة، وأشوف أنه الآن عم بيضربوا حزب الله، ضربوا حماس قبلها، معناته راح يضربوا قلب إيران. هذا لا، ليس وارد بالسياسة. السياسة ينظر عليها بمناظير أخرى مختلفة تماما، لأنه ليس بالضرورة أن تعاملوا مع الأذرع الإيرانية تعاملوا مع إيران نفسها. تذكروا القصص اللي حكيت لكم إياها خلال العامين اللي فاتوا، وموضوع اليهود الخزر وتحكمهم أيضا في إيران، وربطت لكم إياه بموضوع إسرائيل، وربطت لكم إياه بموضوع حتى الحكومة التركية اللي هي أغلبيتها من أصول خزرية، يعني مثل أردوغان اللي أمه جورجية وأبوه أيضا من أصول قفقازية، وأمه من الأصول يهودية. حتى حكيت لكم هذا الموضوع وأعطيتكم أدلة كثيرة لما أردوغان زار أول مرة إسرائيل وذهب إلى قبر مؤسس إسرائيل وقتها وأخذ منه البركات كما نقول في العامية، وبعدين ذهب منحى آخر ليكمل المخططات المطلوبة منه في المنطقة كلياتها. ونفس الشيء إيران تماما، إيران عملت الأذرع الشيعية كلياتها. مين مستفيد من وجود حزب الله؟ أنا بس بسألكم سؤال، مين هو الوحيد المستفيد من وجود حزب الله؟ مين كان مستفيد منه؟ اللي كان مستفيد من حزب الله ما في غير إسرائيل، هي الأكثر المستفيدين كانت. وهاي لعبة وشماعة أنه هؤلاء ضد إسرائيل وشيطان الأكبر والشيطان الأصغر وكذا، وإيهام الشعوب العربية ومحاربة إسرائيل وكذا. هذا كله كان وهم بوهم وليس له أي أساس من الصحة نهائيا. بالعكس جاءت إسرائيل وأصبحت الحد الفاصل، عفوا حزب الله، وأصبحت الحد الفاصل بجنوب لبنان. كلنا نذكر أحداث منظمة التحرير الفلسطينية اللي حصلت في جنوب لبنان، وأجبرتهم القوى الشيعية على رأسهم القوى الشيعية أنه يغادروا جنوب لبنان وقتها في ثمانينات القرن الماضي، وتوجه قسم كبير منهم إلى تونس، والقسم الآخر مثل توجهوا إلى الجزائر وبعض دول المغرب العربي وبعضهم إلى الدول العربية بشكل كامل. وتم إنهاء حركة التحرر الفلسطينية بالأساس على أيدي هؤلاء، وظهرت من بعدها حركة أمل، وكانت أحد الأسباب الرئيسية أيضا للحرب اللبنانية اللي بدأت في عام 1975 وانتهت باتفاق الطائف
في المملكة العربية السعودية، وخرج اتفاق الطائف باتفاق غريب عجيب للغاية. كان أحد بنوده الأساسية أنه إنهاء جميع القوى العسكرية الموجودة على الأرض اللبنانية بكل كتائب الموجودة فيها باستثناء حزب الله. وكان حزب الله لسه فتي وجديد ناشئ وليس له دور العسكري الكبير جدا حتى أساسا في الحرب اللبنانية نهائيا، وهذا كان أمر غريب للغاية ويعمل إشارات استفهام بشكل كبير جدا. أنه جميع كان اتفاقية الطائف تنص بشكل واضح البنود الأساسية أنه لن يسمحوا لبقاء أي قوة عسكرية موجودة على الأرض نهائيا باستثناء الجيش اللبناني وغض النظر عن حزب الله بالذات. كانت الاتفاقية على أساس طائفي طبعا، الرئيس يكون مسيحي، رئيس الوزراء يكون سني، ورئيس البرلمان يكون شيعي بوقتها. وهذا كان أمر غريب ومريب جدا باتفاقية مثل تلك الاتفاقيات. لماذا لم يكن مثلا من المفروض والطبيعي أنه كل اللي موجودين على الأرض المفروض أنه ينزعوا السلاح وما بيبقى السلاح غير بإيد الجيش اللبناني مثلا؟ ليش؟ يعني ليش استثناء حزب الله؟ وهذا أمر غريب. ما كان حزب الله بهذاك القوة وقتها لنقول والله حزب الله قوي جدا على الأرض وفرض نفسه في طاولة المفاوضات في الطائف. لا، كان حزب ضعيف وكان جديد منشأ، وهو قام على أنقاض حركة أمل. يعني كان بالأساس هو فرع من حركة أمل وانشق من حركة أمل وتشكل كتائب عسكرية وقتها. طيب، نتيجة مثل ما قلنا لكم أنه أكثر من خدم إسرائيل هم الأذرع الشيعية. بس ما يعني هنا نفكر أنه فقط الأذرع الشيعية هي أكثر من خدم إسرائيل، لا بالعكس، الأذرع السنية أيضا هي أكثر من خدمت إسرائيل. يعني مثلا عندما حصلت اتفاقيات كامب ديفيد، قامت الكتائب السنية اللي موجودة أو الحركة السنية اللي موجودة اللي كانت الذراع الآخر لحركة إخوان المسلمين والأذرع الجهادية كلها بالوقوف ضد السلطة الفلسطينية، فأفشلوا مشروع الدولة الفلسطينية وأفشلوا مشروع أيضا تقدم المفاوضات الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية لإنشاء الدولة الفلسطينية ودولة الحل. شفنا نحن يعني صار بقطاع غزة وصار بيناتهم ممر ضيق جدا إلى الضفة الغربية، وكان في مشروع حل الدولة الفلسطينية في المستقبل، يعني دولة تكون منزوعة السلاح نعم بالبداية، لكن المفاوضات راح تقود إلى حل آخر. فطلعوا حركة حماس وقتها عام 1992 بقيادة الشيخ أحمد ياسين، واللي هو عارض كل اتفاقيات كامب ديفيد الموجودة بأوامر إيرانية. شوف الربطة هون، إيران اللي كانت تدعم الأذرع الشيعية وعلى رأسها حزب الله اللي كانت هي أكبر تقريبا مساعد لإسرائيل بشكل غير مباشر طبعا هنا نحكي، والكتائب السنية الأخرى اللي كانت موجودة في قطاع غزة أيضا تتبع لإيران وللأوامر الإيرانية، وهي محسوبة على السنة، وهي كان مهمتها إيش؟ إفشال اتفاقية كامب ديفيد اللي حصلت. فشفنا نحن كيف كان أبو عمار محاصر فترة من الفترات إلى أن يعني ظهرت تقارير إخبارية كثيرة أنه تم اغتياله حتى في الأسر في جنين وقتها، وتم القضاء بشكل كامل على حركة التحرر الفلسطينية، وذهبت السنوات طويلة جدا، وحماس هي اللي كانت حجر الثغرة في أي حل سياسي، وهذا كله كان مدروس طبعا، هذا كله كان مدروس وباشتراك مباشر من تركيا وإيران في خدمة إسرائيل. يعني حتى تركيا كانت داخلة على خط حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي اللي كانت موجودة وقتها في قطاع غزة، وإيران اللي كانت تشرف على الأذرع الشيعية اللي كانت أيضا تمهد الطريق أمام إسرائيل
للمرحلة اللي نحن فيها الآن، وهلا كلياتهم كانوا مربوطين بجهة واحدة. وأنا وضحت هذا الأمور بأدلة طويلة خلال الفترات اللي فاتت. طبعا انتهى الآن دور إيران. دور إيران اللي كان مطلوب منا انتهى. عملية الخلط الديموغرافي والخلط الإثني والطائفي اللي كان مطلوب منها في المنطقة العربية تقريبا انتهى هذا الدور. ومسألة والله السلاح النووي الإيراني والمسألة هاي كليتها هاي كانت ذراع. وأنا وضحت لكم بأنه بالأساس عندما قامت الثورة في إيران كانت ثورة شيوعية، وكانت ردا على الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان في عام 1979 عندما سقط الاتحاد السوفيتي على أرض أفغانستان بعد ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإعطاء المجاهدين الإسلاميين اللي كانوا يقاتلوا جيش الاتحاد السوفيتي على الأرض صواريخ نوعية ومن نوعية ستينجر وقتها. طبعا بالأساس أفغانستان كانت ملكية. فقام الحزب الشيوعي بانقلاب على الملكية وقتها واستلم السلطة. الشعب الأفغاني كان طبيعته أكثر ميلا إلى الإسلامية، فقاموا بمقاومة الاتحاد السوفيتي، وبدأت الدول العربية على رأسهم المملكة العربية السعودية بدعم المجاهدين ومدهم بالمجاهدين العرب، وأنشئت القاعدة وقتها بذاك التاريخ على الأراضي الأفغانية. طبعا هنا بس للتوضيح عم بذكركم بهاي الأمور. فقام الاتحاد السوفيتي بالرد على الولايات المتحدة الأمريكية في إيران، باعتبار أنه الشاه البهلوي كان شرطي بريطانيا كان يسمى وقتها، لأنه بريطانيا هي كانت مستلمة الساحة الدولية، وبعدها من بعدها صارت وريث الولايات المتحدة الأمريكية. فاستمر البهلوي اللي هو كان شرطي للغرب في إيران. فقام الاتحاد السوفيتي بدعم الحزب الشيوعي اللي موجود في إيران، فحصلت ثورة ضد الشاه البهلوي. الغرب مباشرة تحرك وقلب الثورة الشيوعية اللي كانت موجودة إلى ثورة إسلامية، وقاموا بدعم الخميني واحضروا بطائرة خاصة من فرنسا ليستلم الحكم ويبدأ المشاريع اللي كانت مطلوبة منه. شوفوا، لازم تعرفوا شغلة هامة للغاية: لا يوجد رئيس عربي أو رئيس شرق أوسطي أو حتى أي رئيس في العالم يضع الشعب. هذول كلياتهم صنيعة وبيستمروا سنوات طويلة جدا. يعني ما أغلبية الرؤساء بتشوفوا يتداول حكمه ما بين 30 وال 35 سنة. عمر البشير 32 سنة، حافظ الأسد ما بعرف 32 33 سنة، صدام حسين هكذا، كله هيك، الملك حسين كله هيك، حسني مبارك اللي فجأة بعد مقتل أنور السادات لقى نفسه في سدة الحكم، أيضا حكم 28 عام تقريبا. هؤلاء كلياتهم اللي موجودين، زين العابدين بن علي نفس الشيء، كله نفس الشيء. فلذلك هؤلاء صنيعة ويمشوا مخططات موجود تمشي على الأرض. هلا بدنا نرجع للموضوع الأساسي والهام للغاية. يعني إيران مطلوب منها الآن أن تبدل نفسها، وراح تقوم بهاي الخطوات مجرد ما تبلش المفاوضات ما بينهم وما بين ترامب خلال المرحلة القادمة. سيبدأون الإيرانيين بتغيير أنفسهم من الداخل وتهيئة نفسهم للشرق الأوسط الجديد، من دون ما يصير فيها حرب كبيرة جدا ويؤدي إلى تفتيتها بالقوة يعني، وهذا أمر واضح. الدولة الثانية هي تركيا، اللي هي معندة تماما بسبب القوميين الموجودين فيها. على فكرة مو أردوغان، عشان أكون واضح معكم وتفهموا اللعبة السياسية اللي موجودة. أردوغان فشل ذريع أنه يقدم للغرب مثل ما يقدم إيران، بسبب القوميين الموجودين داخل الحكم في تركيا. فلذلك اضطر إلى التحالف مع القوميين.
فأنت عندما تصطدم مع قوة تقف ضد مشاريعك، وهاي من السياسات اللي يتبعوها دائما، بأنك تتحالف مع عدوك، وهذا أمر طبيعي لحتى تضعف عدوك مع نفسك، وبعدين يطبق المشاريع القادمة في المنطقة كلها. وهي من المبادئ الأساسية في السياسة الغربية بالتعامل مع الدول. فأردوغان في فترة من الفترات أحس الغرب أنه هذا لن يستطيع أنه يقود هذا يقود مشاريعهم كما هو مطلوب منه، أنه راح ينصدم بالقوميين، راح ينصدم بالإسلاميين المتشددين جدا، راح ينصدم مع قوة كثيرة موجودة على الأرض. فلذلك شو عملوا؟ يعني شوفوا بال 2016 كان هو مقبل على أنه يغير واجهة تركيا ويعملها، وكان في داخل بمفاوضات مع حركة التحرر الكردية وقتها، وبدأت الحلول تظهر. عندما علم الغرب بأنه هذا راح يكون صعب وراح ينصد بشكل كبير من القوى الخفية اللي موجودة داخل تركيا اللي تمثلها القوميين، رجعوا أردوغان إلى الوراء مباشرة وعملوا مسألة الانقلاب الفاشل، وقاموا باعتقال كل المعارضين لأردوغان، وطلبوا منه طبعا هو بإيده هو كمان أنه، وراح تحالف مع القوميين وأفشل المفاوضات بشكل مباشر وأجلها إلى وقت اللي نحن فيه الآن، اللي نحن حاليا فيه. فهو أفضل من يقود المخطط بصراحة، لكن انصدم بقوة عرقلته. أما إيران ما كان عندها هاي القوة اللي بتعرقلها، كان عندها القوة الراديكالية المحافظة من داخل أروقة الحكم نفسها، وتم التخلص منها. بالبداية اللي قام بمشروع الأذرع الإيرانية في المنطقة كلياتها وبكل أشكاله، بالإجرام، بالقتل، بالنشر، بالنشر العقيدة الأيديولوجية كلها، كان قاسم سليماني، اللي كان تقريبا صيته ونجمه صعد بشكل يمكن أعلى من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية نفسه، سواء كان عند العرب الشيعة ولا كان عند الإيرانيين نفسهم. فلذلك أول من تم التخلص منه هو تم التخلص من اثنين: تخلص من أبو مهدي المهندس، والتخلص من قاسم سليماني. وهدول الشخصيتين كانوا يلعبون دور كبير جدا بالأذرع الشيعية اللي كانت موجودة. أبو مهدي المهندس هو بالأساس كان مع حزب الدعوة أيام صدام حسين، وكان يقاتل في الجيش الإيراني ضد الجيش العراقي مع أنه هو عراقي. فتم التخلص من الشخصيتين هدول الاثنيناتهم، وبدأت سلسلة التخلص من الشخصيات المحسوبة على الأذرع الشيعية إلى أن وصلت إلى الرئيس ووزير خارجيته ونائبه بحادثة الطيارة. وهذا كله كان مفتعل، ما كان أنه صدفة أو كذا، لا، تم افتعال والتخلص من هذا الذراع كلياته اللي هو ذراع محسوب على المتشددين. وشفنا نحن بسوريا أيضا كيفية إعطاء أحداثيات قادة الحرس الثوري الإيراني للجيش الإسرائيلي اللي كان يقوم بتصفيتهم كلياتهم. خلص شغلهم، انتهى موضوعهم، بدأوا بتصفيتهم. آخر من تم تصفيته تعرفوه أنتم طبعا حسن نصر الله، يعني بدأوا بالقادة الكبار وانتهوا بالقادة الصغار، وتماما حصل أيضا في قطاع غزة، وبدأ من هنية في طهران وانتهوا بالسنوار وقتلوا كل كذا، لأنه طلع القرار بشكل نهائي بإنهاء الأذرع الإيرانية اللي موجودة، طبعا بالتعاون مع إيران نفسها. لو لم يكن الإيرانيين نفسهم متعاونين لما استطاعوا أن يقتلوا كل هؤلاء القادة وينهوا الأذرع الإيرانية بشكل كامل. فهذا الأمر يعني أعتقد أنه ما بيختلف عليه اثنين بالوقت الحالي، وهذا الكلام أعتقد أنه قلناه من زمان قبل أن يحدث أيضا، وتحدثنا بهاي المواضيع. طبعا بدأوا الأخوة ينشروا الفيديوهات القديمة، على حساب أخونا كندال كمان بدأ ينشر الفيديوهات القديمة كلياتها
خلال السنتين اللي فاتوا. أتمنى أنه الأخوة الجديد متابعينا واللي ما يعرفونا نهائيا لحتى يفهم الأوضاع كلياتها لازم يراجع كل الفيديوهات القديمة لحتى يعرف. في أمور كتير تحدثنا فيها حصلت، في أمور ما حصلت لكن ستحصل، وفي أمور تغيرت فيها السياسات على الأرض وتغيرت فيها الوجوه، لكن المبدأ هو واحد والخطة واحدة في المنطقة كلياتها. طبعا مثل ما قلنا لكم انه الصراع في تركيا هو صراع مختلف تماما عن الصراع اللي موجود في ايران، والآلية هي مختلفة تماما. هناك القوميين وهناك المنفذين للمشاريع الدولية اللي موجودين في أروقة الحكم في تركيا. فالصراع ليس بهذا السهولة اللي نتخيله نحن، لكن التعامل مع تركيا رح يكون تعامل مختلف تماما عن التعامل مع ايران. هلا نحن كثير من الناس كانت تتوقع انه راح يكون في عقوبات على ايران، تشدد على ايران، راح تقوم ثوره داخل ايران، ومن ثم يصير تمزيق ايران من الداخل والشعوب اللي داخلها راح تقوم. لا، العمليه مو مثل ما كانوا كل المفكرين السياسيين او المحللين السياسيين كانوا يظنوا. لا، المساله بالايران مختلفه تماما عن ما كانوا يظنوا كل السياسيين. وانا ذكرت هذا الموضوع سابقا وقلت لكم الوضع في إيران راح يكون أسهل مما تتخيلون بشكل كبير، وراح يكون الموضوع سلمي وإيران نفسها راح تقوم بتفكيك نفسها. في تركيا الوضع مختلف تماما. في تركيا نحن أعتقد أنا على المستوى الشخصي هذا طبعا أن هناك حرب داخلية كبيرة جدا راح تحصل فيها خلال، حتى الآن مو مبينة نهائيا بوادر أي شيء، لكن خلال السنوات القليلة القادمة وعلى الأقل سنة ونصف راح نشوف بداية البوادر لهذا الأمر، لأنه القوميين في تركيا متعنتين جدا بمسائل حل الأوضاع وحل الإثنيات والأقليات اللي موجودة في داخلها. طبعا أنا من يومين ثلاثة طلعت وحكيت لكم حديث عن القائد عبد الله أوجلان، وطالبوا انه ياتوا له جميع البرلمانيين اللي هم مو من اصول تركيا وليسوا اكراد ايضا، وانه يبداوا التفاهم مع الاقليات كليات اللي موجوده. واعتقد انه كانت باللغه الكرديه، فالاخوه هون اللي يجرون اللغه العربيه ما فهموا معنى تلك الحلقه. راح اختصر فيها ببساطه جدا انه بزياره البرلمانيين الكرد او من دام بارتي اللي ذهبوا الى زياره القائد عبد الله اوجلان، وحصلت التطمينات اللي حصلت كلياتها انه من خلال تلك الزياره طلب بزياره كل الاقليات او قاده الاقليات اللي موجوده في تركيا، يعني العرب، اللاز، اللور، الارمن، كلياتهم لاستعداد للحل القادم في تركيا. وانا ذكرت بشكل واضح وصريح انه القائد عبد الله اوجلان لا يخضع للقوى السلطات التركيه. القائد عبد الله اوجلان يخضع للسلطات الدوليه، وهم اللي قايمين على ظروف اعتقاله بشكل كامل. وحسب ما عرفنا منهم بانه الوضع ممتاز جدا، وهو مطلع على كل المواضيع الدوليه واللي بيحصل على الارض واللي يحصل في شرق الفرات، حسب المعلومات اللي حصلنا عليها طبعا من هؤلاء البرلمانيين. كردي روج افا، راح نبعتك ورا الشمس. على كل، فالموضوع اكبر مما تخيلوا بشكل كبير جدا. الان نفس البرلمانيين اللي راحوا عند القائد عبد الله اوجلان يذهبون في زياره الى القائد مسعود البرزاني، وهنا في ربطه هامه للغايه. وتذكروا انا لما حكيت لكم وعلى عده مرات، مو مره ومرتين، عده حلقات، ذكرت لكم انه اهميه القائد مسعود برزاني بالنسبه للشعب الكردي وقدرته على توحيد الشعب الكردي في المرحله القادمه. وذهاب البرلمانيين هؤلاء ما يأكد إلا الكلام اللي قلت لكم إياه. وذكرت لكم أنه القرار هنا حتى ولو كان بالنسبة لكرد باكور، كرد تركيا لا يتعلق في كرد باكور وحدهم. هذا قرار كردي عميق ويتعلق بكل الكرد الموجودين في أنحاء العالم، لأنه هو القسم الأكبر
فلذلك يجب أن يشارك فيه الجميع على الإطلاق، وليس فقط حزب أو ينفرد. طبعا من خلال المعلومات اليوم أيضا تم إطفاء جميع الشخصيات والأحزاب اللي كانت تحاول أنه تكون هي أحد الأطراف مع الأتراك باتفاقيات جانبية لمصالح حزبية ومصالح شخصية. اليوم المعلومات الواردة أنه تم إجلاس هؤلاء جميعهم، وكان في امبارح مظاهرة كبيرة جدا في مدينة ميرسن ولم يتطرق إليها الإعلام. وأنا سألت سؤال الأخوة اللي كانوا موجودين هناك، قلت لهم طيب ليش الخروج بهذا الزخم الكبير في مدينة ميرسن بالتحديد؟ قال لأن هي معقل القوميين، هذا واحد. الشيء الثاني الهام للغاية، قال نحن نعلم أنه لا يوجد حلول سلمية مع الأتراك، ونحن لما طلعنا وقلنا للأتراك نحن مع الحل السلمي ومع المفاوضات ومع كذا، لكن بس لحتى نظهر للعالم كلياته أنه نحن إذا كان في حل سلمي نجنح للحلول السلمية، لكن نحن على دراية بأن الأتراك لن يجنحوا للحل السلمي نهائيا. وهذا اللي أعتقده أنا شخصيا طبعا، ووصلت هاي الرسالة أيضا أكثر من مرة. طبعا من خلال تصريحات القائد قارلان أيضا كان واضح تماما، وقبل أصلا كمان تصريحات جميل بايق كانت واضحة بشكل كبير وموسع أيضا في هذا الموضوع، بأنه مسألة تركيا نحن فعلا راح نروح إلى ممكن تكون حرب داخلية في تركيا كبيرة جدا. وهلا في كتير راح يضحك وفي كتير اللي راح يستهزئ بهذا الموضوع، لكن أنا أعدكم إن بقينا أحياء راح ألتقي معاكم بعد عامين راح نلتقي معاكم كلياتكم مرة أخرى، وراح نتذكر بعض بهذا الكلام اللي أنا بقول لكم إياه. نعم الصورة الآن لا تعطي بوادر أي مسألة عسكرية أو أي مسألة أنه ممكن الأوضاع في تركيا تذهب إلى الحاوية، لكن في المرحلة القادمة راح نشوف هذا فجأة واختلفت الأوضاع كلياتها وتذهب إلى مكان بعيد جدا كان غير متوقع تماما. وأنا هذا الغير متوقع الآن أقول لكم إياه. في تركيا سيتم عليها الضغط اقتصاديا نوعا ما بعد الفترة القادمة، راح تصير أزمة دبلوماسية أيضا خلال العام والنصف أو بعد العام والنصف القادم. لن يستطيع حزب العدالة والتنمية تغيير الدستور بسبب عدم توافق القوى اللي موجودة على الأرض كلياتها. سيتكتل الأقليات مع بعض، الأقليات الأخرى طبعا الأكثرية هم الكرد. وأنا ما بقصد لما بقول الأقلية ما بقصد فيها الكرد. الأقليات الأخرى اللي هي من غير أصول تركية راح تتكتل مع بعضها البعض مع القوى الكردية أيضا، وراح يشكلوا الأغلبية المطلقة في تركيا. وهنا راح يشكل أزمة سياسية كبيرة جدا في داخل تركيا تؤدي إلى تفجر الأوضاع، مع تفجر الأوضاع الاقتصادية الموجودة فيها فيؤدي إلى إغراق المركب التركي بشكل كامل، لأنه الأتراك متعنتين جدا في مسألة الحل، والأتراك مدركين تماما أنه أي حل بالنسبة لتركيا يعني فناء الدولة التركية، وهذا حقيقة. يعني إذا قبلوا أنه يعطوا الحقوق للأقليات الموجودة في داخل تركيا مع الأكثرية الكردية اللي موجودة في داخل تركيا، هذا يعني انتهاء شكل الدولة التركية بشكل كامل وانتهاء العلم التركي. يعني من غير المنطق أنه الأقلية اللي موجودة هي اللي يكون اسمها تركيا وهي اللي العلم تبعها هو اللي يكون علم الدولة، لا، راح تتبدل الأوضاع بشكل كامل، وهذا يؤدي بالضرورة إلى إنهاء دولة اسمها تركيا موجودة على في خارطة الشرق الأوسط. وهذا الموضوع تحدثت عنه أنا مطولا وشرحت لكم المسألة فيها، لأنه كل الأقليات اللي موجودة واللي استتركت مع الوقت وهاي راح ترجع لأصولها كما كانت سابقا. وهذا أمر بقول لكم إياه، وأمر غريب، وأمر ليس أوانه ولا يصدقه العقل، لكن هذا هو الحقيقة اللي راح تصير بعد فترة، وراح نرجع
نذكر بعضنا فيها. طبعا القوى الكردية مدركة تماما بالأوضاع اللي قادمة على تركيا، فلن تقبل بالتنازل بأي شكل من الأشكال بأي حلول ترقيعية في تركيا، وهذا أمر واضح. وكمان التعليمات القائد عبد الله أوجلان كانت للأحزاب الكردية واضحة أيضا وصريحة جدا أيضا، أنه لا يمكن أن يكون هناك الحل، والحل أساسا الأتراك تأخروا فيه بشكل كبير جدا، وحتى تحدث عن فناء الدولة التركية عشان نكون واضحين فيها. خلال الأيام القليلة القادمة راح نشوف زيارات أكثر للقائد عبد الله أوجلان ممكن، لكن من بعدها سيتم الإغلاق عليه مرة أخرى، لأن الأتراك لن يجدوا حلول بشكل نهائي، سيقومون بإغلاق مرة أخرى عليه لفترة عام أو عامين تقريبا إن استطاعوا طبعا. لكن هنا ممكن تدخل القوى الدولية في هذا الموضوع، لأنه هو قضى محكوميته في 15 شباط يقضي ال 26 عام بشكل كامل، وهناك مسائل قانونية وترتيبات قانونية ستحتم على تركيا أيضا، وراح يكون في ضغط كبير على تركيا بإطلاق سراحه، وهذا أمر أيضا هام للغاية يوضع في الحسبان. خلونا نشوف خلال الفترة القادمة هل يستطيع الأتراك مرة أخرى الإغلاق على قائد عبد الله أوجلان ووضعه في التجريد كما يسموها باللغة التركية، بقطع الاتصال معه بشكل نهائي مع أعضاء حزبه وعائلته مرة أخرى، أم لن يستطيعوا وسيرضخون للقوى الدولية اللي بتضغط على تركيا الآن أنه حان الأوان لإطلاق سراح قائد عبد الله أوجلان لإتمام مشروع الشرق الأوسط الجديد. طبعا حسب رؤيته هي واللي وضعها خلال السنوات اللي فاتت كلها، ونحن كلياتنا نعرف المبدأ هذا. في كتير طبعا من الناس اللي فهمت هذا المبدأ بشكل غلط، وخصوصا أتباعه. هنا بدي أقول الأشياء بمسمياتها وبحقيقتها، أنه أكثر من فهم فكر القائد عبد الله أوجلان خطأ هم أنصار حزب العمال الكردستاني القدماء، وهذا حقيقة. لكن القوى العالمية فهمته صح، وأنا أعتبر نفسي باعتبار أنه أنا في الغرب ودارس في الغرب قدرت أفهم كما يفهم الغرب الفكر اللي طرحه القائد عبد الله أوجلان. طبعا عند خروج القائد عبد الله أوجلان سيصحح المفاهيم بشكل كبير جدا عند أتباعه أولا، وهذا أمر واضح جدا، ورح نرجع كمان ونذكركم بهذا الموضوع بشكل واضح. مسألة أخوة الشعوب والأمة الديمقراطية تم فهمها بشكل خاطئ جدا. هناك نقطة هامة للغاية أيضا، خلال الفترة القليلة القادمة الأتراك بدأوا يعلمون بأنه الأقليات والطوائف والأديان اللي موجودة داخل تركيا بدأت تتكتل مع بعضها البعض، فهناك مسألة الميت التركي اللي راح يحاول يبعد هاي الأقليات كلياتها عن بعض. يعني عندنا العلويين، عندنا اليزيديين، عندنا كأديان طبعا هنا أنا بذكرها، عندنا العليلاهيين، عندنا طوائف دينية كثيرة جدا في تركيا اللي هي مخفية وكان بعيدة عن الإعلام بشكل كبير جدا. الأتراك راح يلعبوا على تقسيم تلك الطوائف وإقامة النعرات الطائفية ما بينهم بالفترة القليلة القادمة، لكن أعتقد أنهم لن ينجحوا بهذا الأمر. يعني احنا شفنا كيف هم بيدقوا الأسفين دائما ما بين الكرد والكرد الإيزيديين، ما بين الكرد والكرد العلويين، ونجحوا في هذا. شفنا بالعراق شو اللي حصل وكذا، لدرجة أنه كثير من إخواننا اليزيديين طلعوا قالوا متذمرين، وعندهم حق بهذا الموضوع، أنه إحنا خلص حتى نحن ما لنا أكراد. وهذا كان لعبة الميت التركي اللي بالأساس اللي هو أساسا غير قادر أنه للشعب الكردي ككرد أنه باسم الإسلام أنه دائما يدخلهم في دوامات الحروب الطائفية والحروب الدينية، فيدخلهم إلى حروب النعرات، فاشتغل على الأقليات نفسهم الأقليات الطائفية والدينية أيضا. وشفنا أيضا استطاع الكماليين الأتاتوركيين أيضا بإقناع العلويين، وأغلبية العلويين اللي موجودين أساسا هم كماليين أتاتوركيين وتابعين لحزب جهبي. وهذا اللعب الميت التركي بذكاء بشكل كبير جدا، هو تقسيم المجتمع، تقسيم المقسم إلى تقسيمات كبيرة جدا. فلعبوا على المبدأ الطائفي ولعبوا على المبدأ القومي أيضا ضدين بنفس الوقت،
فما بيتركوا ثغرة بأي مكان وما يتم استغلالها بشكل كبير جدا. وتلاحظوا الحرب الخاصة اللي الآن تدار على سوريا بشكل عام وشرق الفرات أيضا، هي نفس الحرب الخاصة تماما اللي كانت بتلعبها في داخل تركيا، والدول الإقليمية الآن تلعبها تماما أيضا في سوريا. يعني شقد عملت الكراهية اللي لازم تقوم فيها ما بين العرب والكرد، شقد عملت الكراهية ما بين الطوائف الموجودة في سوريا. تركيا لها دور كبير جدا في الحرب الطائفية اللي حصلت في سوريا، والكراهية الطائفية اللي حصلت ما بين العلويين وما بين السنة، وأدى الاثنين إلى الإجرام بحق بعضهم البعض، وأصبح الشرخ كبير وواسع جدا. وما بينه وما بين الطوائف الأخرى أيضا، باستثناء الدروز اللي كانوا محميين من إسرائيل، فما كانت تركيا قادرة أنه تعمل طائفية ما بين الدروز بشكل كبير وبين العرب في سوريا بشكل أكثر يعني. لكن هي نجحت بهذا الموضوع بالنسبة للكرد والعرب، ونجحت بالنجاح كبير جدا. هنا أنا بتحدث بالنجاح ما معناه أنه أنا مؤيد، لا، لكن بالتجرد عندما ننظر إلى الأمور، هل نجح الميت التركي في أمور معينة؟ نعم، نجح في مسألة الطائفية والنعرات القومية اللي حصلت في سوريا، وهاي النتيجة اللي بتشوفوها على الأرض أكبر دليل على كل المواضيع. أنت شوفوا أي عربي بيطلع يتكلم في أمة السنة ويتكلم في العرب والعروبة، ومع أنه هو إسلامي. شوف الخلط الفكري اللي موجود. فضاع العربي ما بين المفهوم القومي والمفهوم الإسلامي، فلم يعد يعرف هل هو مع أمة السنة أم مع الأمة العربية. فيعني لما يطلع الآن ويسموا سوريا بالجمهورية السورية، فبتلاقي كثير من نفسهم اللي حاملين الفكر الإسلامي معترض على التسمية، بيقول لك لا، هاي اسمها الجمهورية العربية، واللي هي أساسا تاريخها يمتد إلى أكثر من 7000 عام، فما لها علاقة لا بالعرب ولا العروبة ولا يمد لها بصلة نهائيا. لكن هؤلاء المستعربين اللي أصبحوا عرب الآن على الجغرافيا السورية يظنون بأنهم إسلاميين ويحملون مشروع الأمة الإسلامية، لكن إيش؟ بطابع عربي. وهذا الكارثة الكبرى اللي حصلت. ما كانت الدولة الإسلامية أو الحركات الإسلامية اللي حصلت قبل الدولة العثمانية يوما من الأيام تحمل طابع قومي. حتى في قول الرسول واضح جدا يعني بما معنى الحديث، يعني يقول دعوكم من القومية فإنها مقيتة. سألوه عن القومية وقطع عن القومية العربية، قال دعوكم منها واتركوها فإنها مقيتة، يعني كمبادئ إسلامية هنا أتحدث عنها. فكيف لك أن تكون أنت ذو فكر إسلامي وتدعو إلى الدولة الإسلامية وتدعو إلى الخلافة الإسلامية، وبنفس الوقت تتمسك بالإيش؟ بالعروبة. وهنا هذا التناقض الكبير اللي حصل. طبعا هذا كان مفتعل أيضا بشكل كبير جدا. بعد انتهاء الدولة العثمانية دخلوا فكر القومي على الدول العربية كلياتهم، والعرب ما كانوا يحملون الفكر القومي نهائيا. بعد حملة نابليون بونابرت على مصر، وقتها بدأت تظهر بوادر الأحزاب القومية الأولى اللي جابوا بهذا المفهوم الفرنسيين على المنطقة كلياتها. فبدأ كل من ينادي بقومية، وتشكلت من الأحزاب القومية اللي نشطت في الخمسينات القرن الماضي، وسيطرت على معظم الدول العربية تقريبا باستثناء دول الخليج إلى مرحلة السبعينات والثمانينات. وهذا الفكر القومي اللي جاء إلى العرب كان فكر دخيل، فامتزج مع بعض الأفكار الإسلامية اللي كانت موجودة هناك، وكان صراع ما بين الإسلاميين اللي ظهروا حركتها الأم اللي هو أخوان المسلمين، والصراع والتصادم اللي حصل ما بين الاثنين والفكرين أدى إلى دمجهم أيضا ببعض الأفكار اللي موجودة. فكتير من الناس اللي هي أساسا تحمل فكر الأحزاب القومية وعلى رأسهم حزب البعث مثلا في سوريا لا يستطيعون التخلص من تلك الأفكار، مع أنهم هم يظنون بأنهم إسلاميين. فرواسب تلك الأحزاب القومية إلى الآن موجودة في عقولهم، فيدعو
إلى الوحدة العربية ويدعو إلى الأمة العربية بنفس الوقت، ويدعو أنه هم عرب وسوريا عربية، وبنفس الوقت يدعو إلى دولة إسلامية. فهو ما ضايع ما بين مفهوم الأمة الإسلامية، أنت بدك أمة إسلامية وخلافة إسلامية ولا بدك أمة عربية؟ فإذا سألت أي واحد عربي هذا السؤال، اطلعوا معهم بأي مكان اسألوا سؤال: هل أنت تريد أمة إسلامية أم تريد أمة عربية؟ ما راح يعرف يجاوبك، ما راح يعرف يجاوبك نهائيا. فراح تلاقيه شوي بده أمة إسلامية ومتردد، بعدين يقول لك دولة عربية، ها أنا كفرت هنا. فهنا هذا التشويه الفكري اللي حصل بالمنطقة كلياتها، واللي لعبت عليه أكثر الدول خصوصا في سوريا هي تركيا. الميتو التركي اللي هو قسم المقسم وجزأ المجزأ في سوريا بشكل كبير جدا، فباعد بشكل كبير جدا بين طوائف الشعب السوري والقوميات اللي موجودة فيها. طب شو الهدف هنا من هذا الموضوع؟ شو الهدف؟ أنا أتمنى تشاركوني أيضا. شو الهدف من العمل اللي قامت فيه الميت التركي خلال ال 14 أو 15 سنة اللي فاتت بفتح شرخ كبير جدا ما بين كل الطوائف والقوميات اللي موجودة في سوريا؟ ما في جواب؟ فرق تسود؟ لا، هي عملية تقسيم لسوريا، هي عملية تمهيد لتقسيم سوريا. هذا هو اللي كان مطلوب عليها من المستوى الخارجي. وهذا اللي بتشوفوه على الأرض الآن اللي بيحصل في سوريا تماما. يعني الجنوب السوري أصبح لوحده الآن. اتركوكم من الكلام الفارغ اللي بيطلع لكم من واحد من على القسطات وكذا، بيقول لك الوضع نرجسي وانا رحت من الشام لحلب وفتت وكذا والكذا. هل تعلمون الى الان ما تسمى بالدولة السورية حاليا اللي نصبت نفسها على الحكم ما اعطت راتب واحد لاي موظف حكومي؟ طبعا هون السؤال الذي يطرح نفسه، طبعا كثير راح يسألوني: طيب مو المملكة العربية السعودية على أساس تعطي مصاري، والإمارات نفس الشيء، وقطر طيب شو اللي عم بيصير بأروقة السياسة؟ بأروقة السياسة لم يتفق الغير متفقين، واختلف المختلفون بالأساس. فما كانت زيارة الشرع إلى المملكة العربية السعودية إلا بمطالب، حمل تلك المطالب وذهب فيها إلى تركيا، وهناك تم رفض تلك المطالب بشكل نهائي. فتوقفت المملكة العربية السعودية بأي إمدادات مالية. نعم بتشوفوا مساعدات إنسانية، طبعا جوعانين الناس وكذا، وهي هذا أمر مختلف تماما، لكن ما حدا قبل يساعد المملكة عفوا سوريا ولا دولة موجودة في العالم كلياته. حتى منعوا قطر انه تقدم اموال لسوريا بشكل واضح. حصل صراع، وشفنا نحن بالتصريحات اللي فاتت خلال الايام اللي فاتت تصريحات هكان فيدان اللي خرج فيها قال نحن الحلف مع سوريا، ودخل الاردن بالحلف تبعه. واعتقد كثير منكم شفتوا التصريحات هاي. طيب شو قصة الأردن؟ قال لك نحن والأردن والعراق وسوريا. تركيا يعني هون كانت تلعب لعبة انه ذهب كان فيدان الى العراق وذهب الى الأردن، واتفقوا على اساس انه يعملوا حلف واحد ضد تنظيم القاعدة او داعش كما يسمى بمسمياته هنا، انه الثلاثه او الاربعه بدهم يحاربوا هذا الفكر وكذا. طبعا هذا وهم، لا يوجد شيء اسمه داعش، وداعش هم نفسهم اللي بيحكموا دمشق الان، وهم من اب روحي كلياته واحد في المساله هاي. لكن هي عمليه لايهام الغرب والضحك عليهم. وشفنا نحن تقارير المخابراتيه اللي طلعت خلال الايام القليله اللي فاتت بانه تركيا تحاول الان احياء داعش مره اخرى. وأنا راح أعطيكم بعض الأمور الهامة للغاية بهاي المسألة. طبعا احنا بدنا نتطرق أول شيء على الموضوع العراقي والأردني، وبعدين نرجع للموضوع
هذا مرة أخرى. أولا الأردن هي تابعة لبريطانيا، وهذا كلام يعني ما أعتقد أنه يختلف اثنين معي عليه بأي شكل من الأشكال. ودائما مواقف الأردن هي مرتبطة مع المملكة العربية السعودية، فبأي شكل من الأشكال لا يمكن للأردن أنه تنشق من الصف العربي وتروح وتتوجه نحو تركيا وتعادي المملكة العربية السعودية. هذا أمر واضح. العراق كحكومة شيعية موجودة هناك وهي تابعة لإيران، لا يمكن أن يسمح لها بإملاءات إيرانية أنه هي تتحالف مع تركيا بأي شكل من الأشكال. إيران لن تقبل بأي شكل من الأشكال أنها تخرج من العراق وتسلم الساحة لتركيا، وهذا راح يكون الشرط الأساسي بالنسبة للإيران بأي مفاوضات قادمة مع الغرب، أنه نحن مستعدين نغير من أنفسنا ونغير كل شيء، بس بشرط أنه العراق نفسه لازم يتقسم. فهمتوا شلون؟ إيران لن تقبل أنه هي تتقسم والدولة اللي بجنب على العراق لن تتقسم، فالعراق راح يتقسم قبل إيران. ولن تسمح أبدا لتركيا بأنه هي تحل محلها في العراق بشكل نهائي، وهذا أمر واضح. ونحن نعرف أساسا العداء اللي موجود ما بين الحكومة العراقية والتنظيم القاعدة اللي موجود في دمشق الآن، واللي هو يحكم شئتم أم أبيتم، رضيتم ولا ما رضيتم، وتنظيم القاعدة. والله سنة والله عرب والله ما بعرف ايش، كل هذا لا بالمفهوم السياسي لا يعني أي شيء. هو في النهاية تنظيم القاعدة اللي موجود، وتنظيم القاعدة هذا عمل ويلات للعراق. طبعا كان بمخطط تركي وتنفيذ إيراني. نحن كلياتنا بنعرف جل قادة تنظيم القاعدة وعائلة أسامة بن لادن كلياتهم موجودين في طهران بعد ما تركوا أفغانستان، وبعدين تركوا بيشاور في باكستان وقاعدين في طهران. فكان المشروع هذا تبي تناغم إيراني تركي على الأراضي العراقية. تركيا تدعم تنظيم القاعدة وتدخله من عندها، وإيران تدعم الكتائب الشيعية والحشد الشيعي الموجود لمحاربة ذلك التنظيم على أرضها، أرض العراق هنا أنا أقصد. وهاي كانت لعبة أيضا جرت فترة طويلة ودفع العراقيين ثمن غالي، وخصوصا العرب السنة اللي موجودين فيها. أمريكا سيدة الكل، اللي بيسألني أمريكا سيدة الكل وبتتفرج على الكل، لأنه عم بيمارسوا اللعبة المطلوب منهم، عم بيمارسوا اللعبة اللي مطلوب منهم، وكانوا يقودون اللعبة على أكمل وجه. فمن سابع المستحيلات أنه العراق وسوريا بالحكومة الحالية القاعدية الموجودة فيها والأردن والعراق يشكلوا جبهة، وهذا كله كلام غراء طبعا كان فيدان. ومثل ما قلت لكم الأتراك أغبياء جدا في السياسة، وأغبياء حتى في التصريحات، وهي حقيقة، لكن بارعين في الحرب الخاصة، وهذا أمر مختلف تماما. لذلك شفتوا التصريحات طبعاتها كان فيدان اللي كان بيتحدث فيها ويشك الأردن، وكان كلمة الأردن أمر غريب. يعني أنا لما بشوف التصريحات تبعيته سوف نشكل جبهة الجديدة لمحاربة تنظيم القاعدة أو داعش، نحن والأردن، أردن والعراق وسوريا. نحن نعرف الأردن أساسا يعاني من مسألة الأذرع الشيعية عليه وبيهددها، فبده يروح يتحالف مع العراق ويترك الدول الخليجية كلها. فهذا أمر يعني
له إشارات ودلالات كبيرة جدا في علوم السياسة. طبعا اللي متابع سنوات طويلة ومتعمق في التناقضات اللي كانت بتحصل في المنطقة كلياتها، ونحن نعرف دور الملك حسين قبل الملك عبد الله أيضا في إيش، في إبادة حركة إخوان المسلمين اللي كانت موجودة في الأردن. وعلى فكرة حركة إخوان المسلمين هي اللي موجودة في الأردن حركة قوية إلى الآن، لها جذور كبيرة جدا في الشارع الأردني، لكن كامنة، وفي أي وقت من الأوقات هاي ممكن تنفجر. نعم ممكن تنفجر في الأردن أيضا بدعم تركي، عشان تعرفوا هذا الشيء. لكن أنه على الأرض يتم اتحاد الأردن كحكومة والعراق وسوريا لمحاربة داعش اللي بالأساس هم صنيعة الدول هاي كلها باستثناء الأردن طبعا. هنا طبعا العراق كمان له دور بصناعة داعش، طبعا شيء طبيعي جدا. مين اللي أطلق أبو محمد الجولاني وأبو بكر البغدادي كلياتهم من نقرة سليمان، من سجن أبو غريب في نقرة سليمان؟ مين اللي أخرجهم كلياتهم؟ هو المالكي اللي أخرجهم. مين اللي أخرج جل قادة تنظيم القاعدة من سجن صيدناية، والسجن يعني السيء الصيت اللي معروف، اللي المئات الآلاف اللي انقتلوا فيه، وكان هو أساسا سجن مصنوع للإسلاميين؟ مين اللي أخرجهم؟ مو بشار الأسد بنفس الوقت توقيت كلياتهم لحتى ينشئوا هذا التنظيم، واللي قام بمدهم بالمقاتلين من جميع أنحاء العالم تركيا عبر حدودها، وهذا أمر معروف تماما للعالم كلياته. فالآن الشماعة اللي بتلعب فيها تركيا أنه نحن راح نحارب تنظيم داعش، يعني أنت بدك تحارب الحكومة السورية الموجودة حاليا لأنه هي حكومة داعش. هم نفس الفكر حتى ولو تغيرت الأسماء، هيئة النصرة داعش كذا، هو نفس الفكر، هو فكر تنظيم القاعدة، ما في مجال. فهاي اللعبة المشروخة اللي يلعبها الأتراك، واللي عم نشوف الآن أيضا يعني من التقارير المخابراتية اللي عم تطلع أنه عم بيدربوا الدواعش، عم بيدخلوهم على غازي عنتاب الآن، وعم بيدخلوهم على منطقة سريكانية، عم بيدخلوهم على مناطق أخرى لحتى يوهموا العالم أنه الدواعش طلعوا مرة ثانية، ويبلشوا المرحلة الثانية من بدل قوات سوريا الديمقراطية هي اللي بتحارب القوى الإرهابية وداعش، لا تركيا. فلذلك تركيا بتشوفها كثير مهتمة بمخيم الهول اللي موجود، اللي بدأت الإدارة الذاتية بتفهم اللعبة تماما، وسلمت 150 عائلة منهم مباشرة للحكومة العراقية. ولا بد من التخلص من هذا المعسكر الموجود، لأنه كان في فترة من الفترات يفيد الإدارة الذاتية، الآن أصبح عبء وأصبح لعبة دولية ممكن تكون لها تبعات سلبية جدا على الإدارة الذاتية. طبعا أنا بدوري حتى بنقاشات وكذا وصلت هذا الموضوع، انه مسألة مخيم الهول كانت لفترة من الفترات حماية بالنسبة لنا كشرق الفرات، وهي حقيقة، لأنه كان كل الدول العالم تدعمنا لحتى نستطيع نسيطر على هذا المخيم ونتعامل معه، وتكون لنا اليد العليا عليه، وما يطلعوا هؤلاء ويهددوا فيها أوروبا والغرب والعالم كلياته. لكن الآن بالمرحلة اللي سقط فيها بشار الأسد وسقطت فيها الأذرع الإيرانية كلياتها الموجودة، الآن أصبح هذا المخيم عبء على الإدارة الذاتية، ولا بد التخلص منه بشكل سريع ونهائي أيضا، وإغلاق هذا الملف، وحث الدول العالمية كلها مباشرة على أخذ رعاياها، أو إنشاء محاكم علنية متلفزة واستدعاء خبراء قانونيين في العالم ومحاكمتهم لإحراج الدول العالمية بأخذ رعاياهم. فهذول لما بيطلعوا على التلفزيونات وعم بيتحاكموا من قضاة أجانب موجودين، وطبعا في منظمات بتمد بالحقوقيين بالعالم كلياته. فإذا قامت الإدارة الذاتية بهذه الخطوة ستحرج العالم كله، وهذا خطوة مهمة للغاية، وتؤدي إلى تبديل بعض السياسات اللي موجودة في سوريا بشكل كامل. طبعا الآن نسمع بالأخبار بشكل كبير
انه الهيئة انا بدي اسمي الاشياء مسمياتها، ما بقدر اسميها دولة سورية، هاي معنى دولة سورية، ولا حكومة ولا اي شيء. طيب الصوت هلا هيك اعلى؟ الصوت هيك احسن يعني؟ اذا هيك كويس راح اخليه على هيك، عليت اخر شيء. هيك احسن يعني؟ خلاص خلينا على هيك، بس انا اللي عم صرع صوتي، بدي اوطي من عندي، بدي اوطي السماعة من عندي. تمام. مثل ما قلنا لكم مخيم الهول اصبح الان عبء كبير على الاداره الذاتيه. قبل كان فائده كبيره خلال 14 سنه اللي فاتت، الان ما ضل شيء اسمه بشار الاسد، النظام ذهب. الايرانيين ما اقدر اقول لكم ذهبوا، لكن دورهم اصبح معدوم في سوريا نوعا ما، او كامل او مخفي. المسألة الأخرى، تركيا تحاول بأي شكل من الأشكال شرع على التنظيم القائد الموجود في سوريا، لأنه ما في بديل آخر. لكن المخطط ماشي. هلا بتشوفوا بتسمعوا كتير من الناس اللي بتطلع عندي تسريب وعندي بطيخ والله بفرنسا راح يعلنوا الفيدرالية واتفقوا مع الجولاني، والله راح يصير في مفاوضات وفي تقدم وما بعرف ايش ومن هالكلام هذا الكلام. حتى لو في مفاوضات، حتى لو اعلنوا في فرنسا، حتى لو اعلنوا في القامشلي، وحتى لو اعلنوا في الشام، ولو اعلنوا في اي مكان، كل هذا غراء ما راح يطبق على ارض الواقع نهائيا. لانه سوريا فعلا ذاهبه الى تقسيم واضح تماما ايضا. يعني حتى لو جاءوا الى فرنسا بكره مثل ما يدعون هؤلاء، طبعا انا حسب معلوماتي ما في اشياء، هذا الكلام هذا كله هو اساسا كذب وما له اي اساس من الصحه، ولا اعترف بشيء الا اذا اصدرت الاداره الذاتيه نفسها ببيان. تذكروا لما فتره الحرب الخاصه اللي هاجمت كثير من الاخوه اللي قالوا في اتفاق وبده يسلم وبده يعلم وبده كذا، خرجت انا وقلت لكم وحاربت بعض الشخصيات اللي موجوده اساسا على هاي المنصه وقلت هذا الكلام كذب، وهذا ما يروجه الميت التركي. الان الميت التركي ايضا يروج لنفس هذا الكلام تماما، انه في فرنسا 13 شهر في لقاء راح يكون في الاداره الذاتيه وراح يكون في جولان، وراح يعلنوا من فرنسا الفدراليه، وراح يعلنوا من فرنسا ما بعرف ايش اللامركزيه، وجماعه المعارضه بتقول القسد وافقت وراح تحط السلاح، وجماعة القسد بيقولوا لا نحن اتفقنا على ايش؟ انه نحن نكون جزء من وزارة الدفاع او الجيش السوري. طبعا اثنين كذابين مشان معكم صراحة، وجماعة الإدارة الكذابين قبل هذول كمان، وهذول كلياتهم فطلة حكية اللي بيطلعوا على المنصات وبيحكوا وما بيعرفوا أي شيء، ولا في عندهم معلومات، ويعني حضرته ابو راس مربع وعيون جريئه قاعد لي باوروبا وهو مؤيد للاداره الذاتيه. الاداره الذاتيه تتصل معه ترى اتفقنا يقولوا له لهذا. يفكوا من هذا الكلام، وهذا كلام يعني معيب بحقك قبل ما يكون معيب بحق الاداره. هذا الكلام اللي هيك ما حدا عنده تسريبات وما حدا عنده كلام، وهذا الكلام كله كذب بكذب. واللي بيطلع قدامي على اي مكان بيقول والله انا عندي معلومات راح اقول له عليك وعلى معلوماتك بصرمايه عتيقه، ومو مطلوب منك انت تقول يا ما بعرف ايش معلومات. ايضا معلومات لازم هي الاداره نفسها لما تطلع امام العالم كلياته وبتقول انا اعلن الفيدراليه، مو من فتره على اساس الاداره تعلن وقالوا لكل انصارهم انه احتمال بكره نحن نعلن، وقد سهرنا نص واحنا ننتظرهم يعلنوا. احنا اعلنا شيء؟ ما اعلنا، كنا ننتظر منهم انهم يعلنوا. وفعلا كانت الموضوع وقتها كان باتفاق مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحده الامريكيه على اعلانها، تم تاجيله. ليش؟ لانه كان في اتفاق ما بينهم وما بين الاتراك بمساله سريكانيا وجريسبي، وانسحبوا منهم الاتراك وقتها، فاجلوا الاعلان الى وقت اخر، وهذا حقيقه. لكن ليس من اي حق اي احد ان يعلن شيء قبل ما تعلن الاداره نفسها.
هذا كلام واضح. لكن هل هنا أنا بدي أقول كلام هام للغاية. حتى لو أعلنت الإدارة الذاتية، حتى لو أعلنت الإدارة الذاتية أنها توصلت إلى اللامركزية مع السلطات اللي أنا أعتبرها لا شرعية في دمشق، وحتى لو قالوا بدهم يغيروا الوزراء وبدهم يعملوا، أنا بقول لكم راح يكون فاشل. ليش؟ لأنه سوريا ذاهبة إلى التقسيم لا محالة، وهي ما راح تكون إلا أوبر بنج لشعوب المنطقة اللي موجودة في الشرق الأوسط فقط. كل شيء بتشوفوه نعم ممكن يكون حقيقي، ويعلنوا لا مركزية، يعلنوا فيدرالية، ممكن يعلنوا ما يعلنوا، هذا أمر آخر. لكن من وجهة نظري السياسية أنا أرى سوريا ذاهبة إلى أبعد من مسألة الفيدرالية. هلا في لعب بالمصطلحات السياسية كمان. يعني شو معنات اللامركزية المطلقة؟ تعرف شو معنات اللامركزية المطلقة؟ بصلاحيات موسعة، أو ما يسموها مركزية بصلاحيات موسعة. بس دقيقة، لا شير كتب لي الصوت على اليوتيوب على الأخير، أنا رافع كل الصوت على الأخير، أكثر من هيك ما بينرفع. فشو معناته اللامركزية المطلقة أو اللامركزية الموسعة؟ حدا يعرف؟ والله صوت اليوتيوب عالي جدا، أنا رافعه لآخر شيء. دقيقة. طيب هلا صوت اليوتيوب واضح؟ صوت اليوتيوب واضح ولا لا؟ وهي شغلة لها عندي واحد كمان. صوت اليوتيوب واضح؟ الشباب اللي موجودين على اليوتيوب بس اكتبوا لنا على اليوتيوب صوت واضح عندكم؟ على المونيتور عم اشوف الكتابة عالي كتير بيقولوا في تشويش. هلا هيك راح التشويش؟ هيك راح التشويش؟ ما انتوا عم تقولوا لي ارفع للاخير بيصير في تشويش. هلا لازم يكون اوضح. طيب خلونا نكمل الموضوع، ما في مشكلة. مثل ما قلنا لكم، حتى لو أعلنوا باللامركزية الموسعة، واللامركزية الموسعة تعرف شو معناها؟ معناها هي الكونفدرالية. اللامركزية الموسعة أو بصلاحيات واسعة هي الكونفدرالية، لأنه ما في شيء اسمه لامركزية موسعة. اللامركزية الموسعة هي تتجاوز الفيدرالية. فليش بيقولوا هيك؟ ليش؟ لحتى بيلعبوا على المصطلحات. أنا هنا بدي أشرح لكم مسألة هامة للغاية، إنه لما ما يكون في تقبل للفيدرالية أو كلمة الفيدرالية بين الشعوب أو الشعوب، وحتى ما يعتبر هو تنازل مثلا، فبيلعبوا بالمصطلحات. فاسم الفيدرالية الموسعة اللي تصل للكونفدرالية، نزل الصوت مثل ما كان أول. طيب هاي عملنا الصوت مثل ما كان أول. دقيقة، هل الصوت هيك أوضح؟ مو الصوت هيك أوضح؟ أستاذ الصوت واضح على اليوتيوب. طيب حيرتونا والله العظيم، يعني عم تخربوا لنا اللايف هيك بالطريقة هاي، وأنا بعرف إنه كان واضح، أنا الإشارات عندي كلها تمام. على كل، مسألة اللامركزية الموسعة هو فقط لعب على المصطلحات. يعني من بدل ما تقول أنت كونفدرالية بتقول لامركزية مطلقة بصلاحيات مطلقة. لما بدك تقول فدرالية ما بدك تقول فدرالية، بتقول لامركزية بصلاحيات سيادية مثلا. هنا عندما
تقول حكم ذاتي، تقول لا مركزية. هنا اللعب لعب على أساس المصطلحات. فمسألة أن يكون عندك جيش، حتى لو كان تابع لوزارة الدفاع، حتى في الكونفدراليات اللي موجودة في العالم، الجيوش اللي موجودة في الأقاليم هي تابعة لمين؟ هي تابعة لوزارة الدفاع. وهنا اللعب على المصطلحات. نعم، إذا قالوا لك أن القوى السورية الديمقراطية ستكون كتلة ضمن وزارة الدفاع السورية، أعلم أنه جيش لحاله. عندما يكون لديهم وزارة اقتصاد، عندما يكون لديهم وزارة اقتصاد، اعلم انها كونفدرالية. الكونفدرالية ما فيها بس وزارتين، ما فيها وزارة خارجية بتكون تابعة للحكومة المركزية، ووزارة دفاع بتكون تابعة للحكومة المركزية. غير هيك كل الوزارات موجودة. غير هيك بكل الدول بتكون موجودة، ونفسها مثل ما بينه وما بين هولندا، يعني حدود مفتوحة وكذا. الوثائق تاخذها انت من هولندا تبعيت الهولندية، والرواتب تبعيتك كموظفين وكذا وهاي. ويختلف طبعا من الكيندا جيلد، وانتم شايفين الامور الثانية، يعني بفهمكم ببساطة الامور بيختلف من القوانين والضرائب والامور وكذا وهاي، بيختلفوا عن بعض. اما الدول الفيدرالية بتكون ضرائب كلياتها تقريبا مشابهة لبعض. هلا شوف، المانيا فيدرالية، لكن هولندا والمانيا كونفدرالية. هنا المسألة بالموضوع هذا، يعني إذا خرجوا بكرة وأعلنوا لك وقالوا لك لا مركزية، إذا قالوا لك لا مركزية بصلاحيات موسعة، معناتها هي كونفدرالية. وإذا طلعوا لك وقالوا لك لا مركزية بصلاحيات، معناته هاي فيدرالية. كلمة موسعة هاي إلها ألف تفسير وتفسير في علم السياسة. كتب لنا الأخ: المركزية المطلقة هي مصطلح يستخدمه في العلوم السياسية والاجتماعية، ويشير إلى نظام حكم حيث تتركز السلطة في يد شخص أو مجموعة صغيرة دون وجود قيود أو رقابة فعلية على هذه السلطة. في المركزية المطلقة يتحكم الحاكم أو الحكومة في جميع جوانب الحياة السياسية، وهذا اللي قلته، والاقتصادية والاجتماعية. عندك بس وزارتين، هن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، تكون مشتركة مع الدولة دون وجود مساحات للتفاوض أو الاختلاف. هذا النوع من الحكم يعتبر شكلا من أشكال الاستبداد، حيث تهمش حقوق الفرد والمجتمع. هلا هذا استبداد، ما استبداد ما لنا شغل فيه، هذا أمر آخر. بس نشوف مين اللي كتب لنا. طبعا خبر عاجل جدا: هجوم علينا من الأرض. هذا طبعا هجوم علينا، هجوم كتير عنيف فوق ما تتصوروا. أكثر من 1000 عسكري تركي كمان جايين الرفاق مسحوهم مسح. عم تصير مقاومة تاريخية بالسد. هلا طلعوا قوات من عنا ما حدا يعرفهم، عاملين فيهم أفلام أكشن، كسروا عيون الأتراك. لازم تتوب، لازم الأتراك يتوب وتهجم بكل حياتها بعد هالمقاومة التاريخية. لهلا اشتباكات جارية، ما ضل سلاح عند المقاتلين الأتراك ما استخدموه. هلا الرفاق عم يقاوموا مقاومة تاريخية، كسروهم بتل سرية تل حاليا. هذا الخبر طبعا شفتوا الإشارة انه انتبه على الخبر اللي بعثت لك من الأرض من هناك. وأنا شو قلت لكم قبل عدة أيام؟ قلت لكم إذا شفتوا هجوم قوي يوم أو يومين، سواء كان بالطيارات أو بالهجوم قوي كتير، اعلموا أنه نهاية الحرب قد بدأت. أنه نهاية الحرب قد بدأت. شوفوا، هذا الكاتب كذب، اربطوا لي ربطا جيدا وقدموا له العلف لأنه يستحقه بعد أن سمع وتعب. هجوم علينا
طبعا بالعربية تبعيتهم اللي مكسرة، أنا بحاول أجمعها. هجوم علينا هجوم كتير عنيف فوق ما تتصور، أكثر من 1000 عسكري تركي كمان جاي، الرفاق مسحوهم مسح. عم تصير مقاومة تاريخية بالسد، هلا طلعوا قوات من عنا ما حدا يعرفهم، عاملين فيهم أفلام أكشن، كسروا عيون الأتراك. لازم توب يعني تركيا تهجم بكل حياتها. بعد هالمقاومة التاريخية لهالاشتباكات جارية، ما ضل سلاح عند الكتائب التركية وما استخدموه. هلا الرفاق عم يقاوموا مقاومة تاريخية وكسروهم بتل سيريا تل حاليا. هربجي. طيب بدي احط لكم اياه بغرفة الاخبار يا شباب، بس حاولوا تظبطوا اللغة لانه الاخ من الارض ويبدو انه مقاتل، بس كتابته انا بعرفه طبعا، كتابته شوي على قده. طبعا أنا قبل كم يوم قلت لكم بكل وضوح، بقول لكم اياه اذا حصل هجوم قوي وعنيف. طبعا اليوم كان في عندي معلومات بانه الاتراك استخدموا كثير من الاوغور والتترستانيين اللي كانوا موجودين في تركيا ويدربوهم لحتى يحلوا محل كتائب الجيش الوطني اللي انكسرت وما بقى قادرين يقاوموا او يحاربوا نهائيا، وعم بيهربوا كلياتهم من ساحات المعركة. وحتى في اخبار كانت يعني من غرف المرتزقة تقول بأنه الأتراك يقومون بنقل الجرحى التركستاني أو الأوغور إلى داخل تركيا لمعالجتهم في المستشفيات التركية، لكن جرحى الكتائب الوطني عم بيتركوهم تنهشهم الكلاب في الساحات وما بياخذوهم، وهي حقيقة الأتراك عم بيعملوا هيك. خلونا نشوف كمان شو كاتبين لنا. طبعا صدر بيان الآن من المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية: خلال عملية أمنية دقيقة وناجحة قواتنا تفكك خلية خطيرة لداعش بريف الحسكة الجنوبي. لا هذا معناه بدنا تبع الأتراك. هذا فيديو كمان سيارة للمرتزقة. يعني بهذا هدوء كان يومين 3 شوي، ونوشات كانت خفيفة. اليوم تصاعدت مرة أخرى، والأتراك كانوا يعني حاطين كل قوتهم، تقريبا 1000 تركي جاي معاهم لمحاولة إنهاء ملف السد. طبعا هون بدي أقول لكم كلام واضح وهام للغاية جدا لأول مرة: البريطانيين والأمريكان بضغط تركي بشكل كبير جدا يحاولون الضغط على قوات سوريا الديمقراطية لترك السد. مرة ثانية، الأمريكيين والفرنسيين حاولوا خلال الأيام اللي فاتت بضغط تركي بشكل كبير جدا أنه يتركوا السد قوات سوريا الديمقراطية، لكن قوات سوريا الديمقراطية جاوب الأمريكيين والفرنسيين بكل وضوح أنه بعد كل هالمقاومة اللي قمناها والشهداء اللي حطيناه لن ننسحب من السد لو انسحبت كل العالم منه. فما ردوا نهائيا، فرضخت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا لمطالب قوات سوريا الديمقراطية بأنه لن يتركوا شبر واحد نهائيا من مناطق السد، لأنه الأتراك كانوا يضغطوا أنه مشان الحكومة المركزية يصير بإيدها السد والمي والكهرباء، وكمان أنه ما في شيء نهائيا. فكان أنه على أساس أنه الأتراك قالوا لهم نحن مستعدين نرجع للاتفاقية الأولى معاكم، لكن مقابل أنه قوات سوريا الديمقراطية تترك السد. قوات سوريا الديمقراطية قالت للأمريكان والفرنسيين نحن لا نثق بالأتراك بالاتفاق الأول اللي حصل في المنبج، فلذلك مستحيل ما طبقوا الاتفاقية الأولى وما خرجوا من رأس العين وما خرجوا من جريسبي، لذلك نحن لن نترك السد أبدا. وأعتقد أنه أنا شخصيا في الأيام القليلة القادمة سيتم إشعال جبهة سريكانية وجريسبي أيضا، لأن قوات سوريا الديمقراطية لن ما عاد تقبل بهذا الموضوع.
ظلت فترة طويلة أيضا تنتظر الأمريكان على أساس مفاوضات سلام وبدأ تحصل اتفاقية وكذا وهاي، ولم يتوصل الأمريكان مع الأتراك إلى أي حل. فلذلك راح نشوف خلال الفترة القادمة تطورات. أنا هنا بدي أحكي كلام هام للغاية. شوف، كل أصحاب الرؤوس المربعة والبراجيلين السياسيين افتحوا أذانيكم وعيونكم جيدا. لا الأتراك ولا القوى اللي تقف وراهم ولا الكتائب اللي معاهم تستطيع كسر قوات سوريا الديمقراطية. خذوها هاي قاعدة، الأتراك أضعف مما تتخيلون، وحطوا كل قوتهم بمنطقة السد. الأتراك نفسهم بطيارات الإف 16 بطيارات البيرقدار بكل أنواع الأسلحة هجمت على المنطقة ولم تستطيع أخذ التلة اللي اسمها سريتين. فاللي خايف من الأتراك ويقول لك الأتراك هم ممكن يهجموا لا واتفاق أحسن، وهي أنت جبان ابن جبان، الموت مرة واحدة. هذا واحد. الشغلة الثانية اللي بقول لكم إياه، عسكريا ما يستطيع الأتراك كسرنا أبدا، وهي قاعدة هامة جدا حطوها ببالكم. الأتراك يستطيعون كسرنا. تعرفوا شلون يقدرون يستطيعون كسرنا؟ فقط سياسيا، عن طريق الحرب الخاصة اللي بتتبعها ضد الشعب الكردي وهؤلاء البراجيل السياسية وأصحاب الرؤوس المربعة اللي بتصدقها. هذول فقط قادرين على كسرنا، غير هيك عسكريا مو قادرين كسرنا نهائيا. فحطوها قاعدة. هلا بقدر أقول لكم نسبة كبيرة جدا من شعبنا صار يدرك الحرب الخاصة، صدقوني. وحتى بيشوفوا خبر الآن طبعا على الأرض، ها مو حشد ولا الموجودين في أوروبا، على الأرض بيشوف الخبر بيعرف إنه هذا خبر تبع 100 تركي، صار يفرق. بيشوف أي شغلة وكذا وهي بيعرف إنه هذا خبر كذب. أما هذول الموجودين في أوروبا، طبعا هنا ما بقصد كل الناس، قسم طبعا، القسم هؤلاء اللي بيرددوا روايات البيت التركي. خلينا نشوف شو اجانا اخبار. اكثر من 200 قنبله ضوئيه تطلقها الاتراك من الخوف بعد ما قواتنا فاتوا على قواعدهم. الدنيا عندنا صارت صبح، انقلب هجوم هذالو قواتنا صارت بقواعد الاتراك، هنيك حرقوا الاخضر واليابس. قوات سوريا الديمقراطيه تجتاح القواعد التركيه، تجتاح القواعد التركية. هذا هجوم، تجتاح القواعد التركية. هذا الخبر من الأرض. أكثر من 200 قنبلة ضوئية، أزمكم ما نجيها عربية وهو بسيط خويني. أكثر من 200 قنبلة ضوئية من الخوف، يعني هاي الأتراك عم بيطلقوها بعد ما قواتنا فاتوا على قواعدهم والدنيا عنا صايرة صبح. انقلب الهجوم هذالو يعني قواتنا صارت بقواعد الأتراك، ونيك حرقوا الأخضر واليابس لون الزانب، خلص يعني مسحوا القواعد التركية وخلصونا. على كل، بهذا القدر ننتهي من البث على منصتي ولا نكمل اليوتيوب والفيسبوك نكمل عليهم ولا؟ طيب الإخوان الموجودين على الأرض على اليوتيوب والفيسبوك ننهي ولا نكمل؟ لأن طائرات اف 16 لا تستطيع التحليق والطيران إلا بموافقة مسبقة. ده بيكمل ما دام اللي هنا مكملين. طبعا يبدو انه المعركة على اشدها، وانا قلت لكم اذا شفتوا يوم بعد يومين ثلاثة انه المعركة اشتدت بشكل كبير والاتراك حطوا قوة كبيرة جدا وانكسروا فيها، اعلموا انه الحرب راح تكون نهايتها في مسألة صدق رقوزان وسد تشرين. واعتقد انه انتم تذكروا هذا الكلام اللي قلت لكم اياه من يومين ثلاثة. فهذا نهاية، معناته نهاية الحرب بهجوم قواتنا على القواعد التركية. هذا هو نهاية الحرب.
طبعا إلى هنا ننتهي بالحديث باللغة العربية، وراح نتحول فيها للغة الكردية الآن. إذا حدا حابب يطلع جيست راح أطلع جيستات شوي شوي قبل ما نسكر البث على الأقل على اليوتيوب والفيسبوك بعد شوي. خلونا لأنه بالأرض كمان عم بيسمعوا، فخلينا نسمع آراءكم. أتمنى اللي بيطلع يعني بيقدر إنه في ناس بالأرض عم تسمعك، وأتمنى تكون معنوياتك عالية، مو تيجي تسألني سواء أسئلة من الميت التركي. وأنا راح أترك الشاشة بس معاكم على الصوت. بس لا أدخن سيجارة يعني بعيد عن الكاميرا. ما بقدر أخذ استراحة، والفيسبوك واليوتيوب شغال، بس خلوني أبعد شوي عن الكاميرا حتى أقدر أدخن. شلونك برسك مامستا شفباش؟ شفباش ترجع ورا. مامستا بس برسك ما هي 6 بالضبط چند رونه حربي خويا. تقريبا أفضل محجبون بين جو تشتكروش. شست درباز كري شست رو؟ لا درباز ناكري. تمام، زور سباس زور سباس. يعني تقريبا بري دو كافم يعني العدد تكوني هنا رقم بالضبط إذا بينجو تقريبا بينجو سي چاروشن. بلو شباب بينجو چاروش بينجو يا سيروش يا چاروش. بس هناك 74 دكنة، هناك 54 دكنة. لا 54. 54. تمام، زور سباس مامستا. تمام إن شاء الله هندكي خوماي بإذن الله. إن شاء الله. Dobro smo most. Slava Resar čava. Da boš imao uzdrha. باش سباس čava باش براي. Znači, ما تفكر مش متشو نين الناس همي تشتت بيجي أسهم يا هيك بيجن عاجبينهم يعني يوم تشتت بيجي همي عم برونا شو بيننا أنت داخلين هكذا. بس صار واسع الدولة ما مصلحت تاخبي محسن جاناج كردي. إذا حملنا بالجانب كردي جدا ودي سر چava. أو تشتت تكي بيجي شو قام حمية أم ببورن شو بينن. سر هردو چava. ازم عربي جي ازم كردي جي جار ما بيجي. أهلا والله جالا مساعدة ما بكى. سر هردو چava. سر كابتن بمين خوشية. بين شوشية دي سر چava. خوش كرت كرمكة. مساء الخير أستاذ صلاح. مساء الورد. أنا سؤالي كم سؤال عندي. أول سؤال يعني أريد الوقت المحدد، يعني إلى متى هذا الحرب يعني دي؟ وقت محدد ما في، يعني ما عندهم وقت محدد يعني؟ لا هو محدد. أنا كنت أعتقد 3 شهور بدها تطول، بس بالفترة الأخيرة الاستنزاف اللي حصل للأتراك والمرتزقة التابعين له، اعتقدت أنه خلال الأيام القليلة القادمة راح تكون في آخر هجمة من الأتراك راح تكون قوية وبعدين تنتهي. 3 شهور؟ إذا 3 شهور على قولتك يعني. لا مو هلا مو 3 شهور صارت، هلا صارت أقل. خلص ما دام في هجمة قوية جدا أعتقد أنه خلال الأيام القليلة القادمة راح ينتهي هذا الموضوع. أوكي. ثاني سؤال هو يعني السؤال بس يعني هو الحروب هل عنده قوانين صح؟ يعني كل قانون عنده يعني لا. يعني هو الحروب لها قوانين حسب اتفاقية جنيف للحروب والأسرى والكذا وهي، بس الأتراك لا يتقيدون فيها، ما عندهم المبادئ هاي. بس انت امريكا شنو الدورة يعني شنو الدورة بالاعراب؟ هو بس يتفرج ما يمنع الطيارة. لا هلا منعوا اليوم، ما في طيران كان في 16 يمكن صار لهم من امبارح منعوها، بس المسيرات. بس ما قصر هو التركي ما قصر بالطيارات. حتى ايام افرين لو ما كان طيارات هم ما كانوا يقدرون جديات، ما كان لهم هالسيطرة ويعني الخسارة للشعب الكردي هو من الطيارات. لا أختي ريتا الوضع اختلف تماما. هلا بأيام عفرين ما كان عندنا هذا التدريب وهاي الأسلحة النوعية حاليا اللي حصلنا عليها خلال السنوات اللي فاتت. فهلا حتى الطيران تبعهم ما يأثر معنا نهائيا، ما في ولا شهيد وقع بالطيران تبعهم، قليل. أتمنى. لأنه وقت عفرين ما كنا نملك الأسلحة ومضادات الطيران والأمور هاي، وكان تصليحنا ضعيف كتير. بس حاليا يعني بعد التدريب هذا اللي صار
والفترة اللي فاتت السنوات الأربعة الخمسة الأخيرة التسليح أصبح قوي جدا بالنسبة لنا. فبالنسبة للطيران ما بقي يأثر علينا نهائيا. استاذ صراحه انا من زمان ما طالعه، عندي كم سؤال يعني هاليوم انا شويه اطول ما يخالف. السؤال الثالث هو ليش يعني يحاربون هاي المنطقه؟ يعني شنو السبب؟ اريد اعرف السبب، ايش معنى هم التركي بالقوه يحارب قوات يعني مناطق السوريه الكرديه، حارب عفرين، يعني احتل عفرين، احتل كوباني، احتل جريسبي، ليش؟ بس اريد اعرف ليش. لا مو المنطقة الكردية، الشرق الأوسط كلياته. شفتي أنت اللي صار بغزة، شفتي اللي صار بلبنان. قدرنا إنه نحن موجودين بمنطقة الشرق الأوسط. قصدي التركي. لا أنا قصدي التركي بالضبط. هو ايش معنى بس يحارب قوات المناطق السورية؟ هو عم بيحاول يبعد بأي شكل من الأشكال المشروع اللي جاي على المنطقة، اللي هو مشروع تقسيم تركيا هو نفسه يأخره. وهذا كله بضغط القوميين، مو بضغط الحكومة تبعيتهم. فلذلك عم نشوف نحن هذا الموضوع حاليا. ما أعرف. أوكي. السؤال الرابع يعني هذه السجن الهول هذا مال الرقم 11 هو اللي متى يعني هم يحتفظون به؟ يعني ليش يعني يحتفظون به؟ لأن هو ليش ما يستعملوها يعني كقوة يعني كورقة؟ لا هلا كان لوقت معين ورقة، بس الآن ما بقى ورقة. هذا صار عبء لازم يتخلصون منه. طبعا بالفعل هو لازم من زمان كان. لا من زمان كان مو لصالحنا التخلص منه بالزمان، بس هلا صار من صالحنا. قبل كان يفيدنا، وهذا ما نقدر نقوله على البثات بشكل كبير. بس مخيم من هول كان احد اوراق الضغط الكبيره اللي حافظت على بقاء القوات الاجنبيه في شرق الفرات. بس هلا يعني شلون يخلصون منه باي طريقه؟ هلا خلص 150 عائله رجعوهم على العراق، الباقي راح يطالبون الدول كلها تيجي تاخذ رعاياها ويخلصون من هذا الموضوع. اوكي شكرا اختي. ما دخل. بشكرك. رمزي كرنك برای عزیز. سیوار باش و هر بجی شب و شروان یپا جو یپا گیم بودم و بروح بودن بخوین وان بوارنا. سیوار باش تچاوا. هاو سریما بلند کرن هاو هیچ نبیم کردنه و وقت بین هر بجی جوارا هر بجی هر شروان کینها دستی خالصر چاکی خورونشتیه که بشاف سکنیه لبر او چتانه ولا او چقنانه سکنینها وقتی کم دبیسن سروکی ترکیه را دبه والله ما نبیستی پکی کتی ناتو دبه والله ام کرد گاب چاکی خو گبدینن امد بن آخه کنیانه والله کم دبن وقتی سروکی دولت کی مازن وقت ترکیه گبه رنگی داخل یعنی ام گیشتن صدام کی پر دور پر بسر کفتن نه دست بکریه دبه والله بکارتی امرالی اسکی دست بکید به والله پازدم هد به سروک اجالان آپوجی در کفه هویجی در باز به انشالله دم کردانه سرکفتن بن و هر بجی شروان یپا جو یپا گیب. هر بجيش ضرب رياضي. مازينا مسألة سياسية دل فيدر حسابات فرقا. از جاري كديفينا كي بتشكا كي شيرو وكمونا. شقا تصريحات تركا قوين بي ولا امي كرداكوجن ولا امي بن عرديكن ولا امي تدميركن ام تجاري قبولناكن انه كرد ببنى دولة ام تجاري قبولناكن كو اقليمة كي كردان فيدرالية وناتشبي زانبا معناته ويتشبي ونزاني بانا ويتشبي ونزاني بانا انه نكارنا كردانا عسكريا ولو ندقوتن وقتا كاربم ازيكم انا بيجم فمسألة السياسي قالكي مهمن ايه من وقتا تصريحاتي ولوددن كيفام قالكي دي شو ما كيفامتي لانه قناعات جمع تشيد بي انه معناته نكارنما قناعات جمع تشيد بي معناته اقليم غصب مع السريوات تشيد بي وانا عاجزا جبروا له في تصريحاتي ولودكن ايه من بشكل كدي فهمتكم تشقى تصريحاتي تركا قوين بن وقران بن كيفان بحترتي استخدموا جميع الاسلحه عندهم او كل قواتهم اليوم نهايتهم والطيران الحربي ما وقف طياري واجي نسكنينا ومع ذلك ما قاعده وحموك عن اقتحام دكن
نبي يوزع الصورة بسرعة كافتي صورة تتجمرش عندي ياخذ ايش طرازي او كشتي وانا يلا وينها حمو صفحة داخلنا مشكلة نبنا. انقلب هجوم الاتراك علينا بهجوم مضاد على كل قواعدهم الموجودة. هذا اخبار عطنا من جارك دي ميد بيجن كوباني كلام كبري عزيز شاف باش وسلاف ريز بو حميان شوف باش ترشابه ياك سراح از بو تقريبا ستوني باك مبي از روجا ودر كتما بله باش تشتي تدبيجي جيشي راسته وبردوام بك يعني اش تاوش ترى بيجم شربان ما قالك زونو بو شربان ما زونو بو كيبات روجا وارم بي داس بيغوب جواره جيشو يزونو ومعنويات شبابش قالك بلندو والله قالك يسونا الناس دكم ينو نو كرن تقول بس برافو روجا واره تعرف شري وسافي تشتي قالك شربان الناس تقول بس برافو روجا واره زين تشتكي ابراهيم غربيج مش جانبها انه امريكي للشرق الفرات الراسطة فرنسي شرق الفرات الراسطة بس امريكي وفرنسيجي قالك دورة كوان نراست جهة شنو منع متكن ومنع نكرب انا كو امشر بكن هناك نعم منطيخ وحمو فقران دبوشي بس افجي مسلكة دولية هيك وري بيجي ما دام مقارن فقر انه هناك شوية من الفرنسية والبريطانية قدام لا عواقبي هناك خراب ترنجي كنت جوهجينا ديوانا بس نحمو تشتي ام جوهجي دينوانا أثناء زانبن دي مسألة سياسية دا حسابات جلك جدانا جو مسألة كو مهود راق هاندنا وانا دادبيني فباوركن كو نمسألة فرنسية وبريطانيا بانا مني زودا مني جلك عرضشستان دبانا مني عرضاخو حبالكي حموجي فقران دبانا هنا بس أري راسطة دعما متكن عسكريا والكاريا متكن بس إش آلي كي تركي فجي ما قريد أنا راستك او جيش سياسات بو جيش مانا مثال نيفك بعض وقت آلماني اجور در كتم وقال كيش بوجمان بو ما اشما اجور در كتم اشترى شوية دورها بكم بجبركم معنويات قال كي بلند زارو كي ميجي هربو اجبر بي هو بي در كتم واما ان شاء الله جيشي فاقرنا ان شاء الله باذن خدا ما جي فاقرنا وسلاف مج شرفان راه وسلاف مج قصره يا فقر يا تغييره جيش شرفان منن و ام پر سر بلند وشاف خوش به والده سرچاویم گلک سپاس لاشر نوی دیار چه بو؟ تا گفتم خورتکی نوی دیار درخه دیار روش آباد بیجن بلکی آف بی تکی اونس کرم که برا بخير وان شاء الله. سرچاوا گلک بخیر وي ما مستعان باش مسپاسياتكم بري عزيز تكي ديال كنت مدينة زين هما جاري دمتا بري عزيز تمام تمام ایوار باش نمسته بيفار باش سرچاوا جبرگیش کی سرکفتم بهش شروانی مرا و ایشالله هر پی بکور ان شاء الله نمسته جبو مرسلا ایران من پرس کرا اگر ایران جنوی تخلی ببه انه دافج معقولة انه ايران نووي تخلي بما مقابلي انه كردا تشتكي ناليكي تشتكي وصاهية لا ابدا دفي خو بارشبكي دفي خو هي يعني الشرق الاوسط الجديد ونظامي ايراني بالاساس وقتها ايران تسليمي ويكرنج لنا الشهفة في اتفاقية وابو انه بشتي صح صالي تركي عن سوبين صالي دي تركي تحازريا بارشبونا خوكي بالعكس قالك باشا سرچاوا بس انا ليستكا تاف تركو الا يعني ليستكا لا ابدا ايرانيين الاليه تركانا بتشناد اليه وانا راسته بس الاليه اسرائيل نعم وتشديده وهو ازرعي ايراني حموكي تشيكرن ومنطقه حموجي بوي زريعتي بدنا اسرائيلي ودولة غفرات تركي بشتي ملاطيوي زيدا تربي بشتي سابت شلبين صالي دي وبشتي دا بازا صالي دي وبيس صالي تركي وحرف المديجي دا كان جبو عرضنا دي بسطيني وهاولو حتى بقي حدود خوي التوراة هيدا باشا اجي لاحظ كم انه وانا بغربي ده وغير ده كان انه
معناه زريعات بدنا بصمامي ما كرم بكن طبعا فونا انه بصمامي ما دولتي ما خربكن بتشتي ضمن برس كربو جبو معقولة إيراني وترك تاف عراقي ولا كردستان يخنوا الرجافة تاف ضغطي بكن نعم مين تشتي أنا كيف تشتي أنا ما وهم نفناكي عراق بتركانا نابي وعراق بخوي بارتشاجي بي وبري إيراني عراقي بري إيراني بارتشابي سوري ذاتهم بارتشابوية تقريبا بس ما يا إعلان رسمي كسر يعني إن شاء الله إن شاء الله صار شباب بري عزيز كي روان سبورت صار شباب كي روان كرمك ایوار باش ما مستشته و میوانی تر ایوار باش سر چاوا. مو شروانی سنگره ده ما مست ایرو ام نشره ترکات کنو شره عربات کنو امیو شره ناتو نما ولويا باري مشاريع وقت كر چل صالي اختار باكا كي شر ذكر يالي لا شر ذكر وهنجي شرينات وانات كر بس نها مثلا هنا كي هاتا بهارتن امنا ما شرينات وتكن ام شري تركات كن جبر كنت ناتو جي هما اري راستا بناف بيرا يا واونا بس نما ناتو دعما تركات كي راست ما مست سوالا من يدن تتكرسر بسيدة تقلكي دراوستين أفنا كان في خراب بسي خرات كان قاشتاو بيدنك تنا وبدأت ساكن أوانا بسي خرات كان راهي تجويد اشتهابي شبرقو أم دنك أسكام يوتيوب يجي وأسكام فيسبوكي وأسكام بدلهم تيك توكي دنكي تقش واضح وعديت تولد كان أخباري تتسكنين يعني باشا أمين جيرو بيدولو كان جروبا ما مشرفة لا صار تليجرامي بس او تاني يجمر من فيسين كو صوت واضحة أن واضحة إيه تركنا حوجة يجمر من فيسين إيه جمعنا واضح بيبنى عودة ركبي أنا راست باي وسؤالاتن أف بشتي أف بناقو تشجم سروق عبد الله أوجلان وفقريان وحفدي مهي والكردستاني فقر كردستاني جفين أقوان هي حفدي في مهي قل جنرال مظلوم عبدي والباشور والقل بافل طلباني وتشج بيجفين يدك يعني تلبيجي مثلا توينة يعني شونا جم حمو أطراف كردستاني باكور نبس يا باكورية تانية باكور يا قريب قريدانا كردستان مظن حموية تشتن هنا قفتقوي تذهبن رأي تذهبن تشتن تذهبن ويشنا جم يكي تيجي ويشنا جم بارتيجي وروجافا هروها تيكلية يعني أو شيء دفي حموجي بريارة خبي بدن مثلا باكور كردي باكور تاني ان بارتيك تاني بريار بدي بريان هما قلت اف مثلا ملاطي كرد حموية جبرولو ملاطي كرد حمود في دستيوانا كي تيدهبي شبركو يكي آلية كي تاني بي وخرابي ويا دواجي صد صالي دي دركي دفي ام باشرا مي بقرنونا و بارتيا مي كردا حمو غانا قناعتكي نها تشتكو تشيد بي المنطقة حمو كده جالكي جرينجا ومتعلقة بالنتوية كردية فمجبور حمو بمناياك راست باشي ساعات خوش جالك بخير كي ديال كلامك جمرال كتبان دنجليجي مرحبا اشتري خارو جارك يدن تشاو مرحبا سرچاوا ازبيني حمون كي ديار الاكس بشروبين 1800 محصد تيديا شبكو وشانا دفاكي از يارم جي باجاري عمودي ما شبرديا قاباران بخوا لازم خود سبيكي بدا من عسكرين جي خالوها درفت هبه كربك ز سترامبيجم وهرو هاوس كوميديا رشي بارتينم يديجي ازبري الروجنما فان بمد تلفزيون روجاواد من نو تشاب كيش ذكرن واسودية سرانا ابو عمشة القوادة ميجي زبالدار مثلا هازر كتب سرفي لايفي ملتي ماني كنت كنسي حاضر الفيدي كي قش مربطن علي كار وهاجي متخصص سلافاكي الوابكم وسلافاكي لحس سلافات القابون نابك وسرانا نبيجي كا سرانا ابو عمشة القوادة تشلو بكار مرة بيجي فالباستين عليه وقت قالك هناك في تيك توك كده جواز صحابك نخوش مشي والله قصيرة نعرف مشكلة مينا
القوادة يلعن عرض القيادة أبو عش القوادة يلعن عرض القيادة هذا يبوك الجاجة هذا يبوك الجاجة بالقاضية بالضرب القاضية هي الدجاجة وسيب في شعار ضي الدجاجة بيض شعار هذا يبوك الدجاجة هذا يبوك الدجاجة من جزيرة دواجي أما ذكرت والله بصفحة من قرتن أو جزايات شوف ودي ولو أسبير تعبي مشي بريشان شو مقطعيدن قلكي خوش والله ما تنسجل عنده وقال تسجل عنده معنا مسجل عندي بس كان صفحة ممري ما مستمر مقطعك داخل بلكي مقطعين قياسة وبينجي حزار يجي بشار حزارة ثانية متابعة مكر أجبر فيك براستي استرانك بالسرقة صديق آماده كريل قوري إمكانياتي خو طبعا كلماتي من الإمكانيات من المسألة استرانك سر شرقي فراد قشيم آماده كريل سر كرد وعرب وسرياني أو استران دركفة أز باورم والدرجات برمزنجي ترين بده بقال لك يجي خرطبه أزنها حاضر كرنا ويتكم طبعا القوري خوهم أسكل ما تشخور دين مشخور إيقاع دينم مجاجان أشمر لازم يشخور إيقاع بيجي يعني مروب كارتين إيقاعي غيري خوجي زي دارم ملتي كرد الفيدا كي قش حاضر بمر بفن علي كار جبو خاطري استكاري من بردوان بكم مش برقو ماموستين وقت صلاح الدين بالسياسة أخوة بفلسفة أخوة إيرو شر قال لي خودك شر ولاتي خودك أزدكارم بهنر أخوة إيرو شر ولاتي خبكم غير يمشي هن الشرفان هنا بتشك أخو بسلاحي أخوة أوجي شر ولاتي خودكن شر ولات حاجك بري وريباسك يقول بيدكاري بدك هال فين كيش ما مستسبر دما تنافم از استرانك يقولوا كرت وكرمانجي وقت بيجا از دياري شاي سيباني بكم برقو دم درنج ودنج من حكي تعبانجي از بيدارم بدلي وب ام فرقو دار بكم كلامك سرجع قوني بكم تمام جوارس يا من تفاجي قلبي شبشب دستاني يبكي نتشاي سيباني جوارس يا من تفاجي قلبي شبشب دستاني سيبان اخترتي بلين بنشق أصلتاني بلين تقول جناتي أبغى تشرب قدرتي سيبان خلاتي بلين بنشق أصلتاني بلين تقول جناتي أغاد شفقتي سيباني 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 خلاتي سيباني 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 خلاتي سيفان خلاتي من دنشق سيفان خلاتي من دنشق لما مستأز اللي بورينا خوش تتوازن براستينا بالعكس نقرأ كيف خوش ساعتها خوش مو بفجر براسي أسبرنا خوش محررات جي أكثر من هي يا سيدي سلامتي ان شاء الله ومن البندات نجارك دي توري بس كتمدينا بلا بشوبين نحمو تماشواني نجا
تمام زبيميما ونكي ديار بشوبين جبو كاربيلا وشانا فاكي سباسيا وحموكاتكم كتميدين وليبا كي على كرنكا الو شاباش شافاش سرچاوا مخواست بری گیشکی هسته و تماشاوان گیشکی طلاف بکم و سرچاوا بيجي بخير. بيجي جهدته وتعبته كنت مرة دني شيء ممنون بكم وسؤالك من تشوشك هي از بل تدريج نكم مؤتمر دافوس دا توني بلير كويتشا وزير خارجية سوري برسكر جيرا ما وحدك حدد كرن وورا حتى في وقته هي هاي تاليا مهاسيا تاليا داويا مهاسيا لا بالضبط جيرا جو انه كانه المجتمع الدولي اجدام مهدانه اي معناه اي يعني تقريبا صليبك ورا هي لا تاليا مهاسيا دفي خطوة بخطوة تاليا مهاسيا دفي كتايبة نهاكي مش توشتين هي طبعا لازم كتائب خلاص بين افي عمشات وانا وناكي نكاري دول هفدو خستمون هاي يعني قصد من يعني انه وبعد في تاريخه يعني تقريبا وتشتي وجوان هاستي خواستن نفذ نبه ويت شبابه او كتشتي كوجوان هاتي خواستن وقارب النفذ بكن ويت شبابه ولا مفايا والسلابة خجوارة جديشنم از التدريج ناكم برأي بمار شبكن وازا الجير تاقو داريكم شد دينات سرار دو چاوا شرق بردوام حطانا هاجي جمرة فيسن وصورتها دشينن شرسة تشريني حطانا هاجي بردوامة بس هي زي ما كتنا قواعد تركاد القوري معلوماتك واش مرن فيسيني كاوي حتى شخصي بردوام بأز نزانم براستيزي بس ترك وشتي خوي هزار شتا عليون جي تركستاني افينو هيك ودهندوري تركي دوا تدريب كرن ديانا شكستنها وقواتنا بلشت بالهجوم بعد مواقف دفاعية ويتم الهجوم على مدينة أبو قلقل يتم الهجوم الآن على مدينة أبو قلقل جي مرحلة دفاعي دركة وهجومي واكرا حتى بدرباسي قواعدي وأنا كيبوني تركا تكي كياي سلو نقولوا يا جير سلو يار سلو مورو قالك رنقا بيجينا في تبري عزيز كلامك ايفر باش إفار باش سرچاوا باشي باش مسباس نافيتم بخير معلوم جير سرچاوا يعني جير از قام شلون سلا فريشترا سر هردو چاوا نهاتم قام شوي نازل المانيا سر هردو چاوا كلامك زين بدي ساعتين از روشتين تدسين مش تعاجزنا بدي قلكي يعني اسلوبيته قلكي خوشه دبري أنا من نحسان ديقي بلي از بنت ايراني كزام تسعد از بتم از بر سر هردو چاوا هر بيشترا وش كورسان همو كيجي برسكلا بوچك هي متخزبي متى جبو جولاني قول رايات مثلا وشقات شكاي سوري باورناك مش بركو مرحلة سيادة خلاص دبي قالك صالك نامي زيدي صالك انت ماشي ما مستعد باورناكم صالك ببردوامجك بابا مش سر هردو الشباب چاوا قالك بخير السلام احمد سر الله چاوا كي علي كرمك علي خلف تمري في اخوان من الفرا كي روج افا صراحة بلي كرمك براس مهاوت بعضهم هيدا السلوك ولايف كيج إمرالي درخي تمام كي قلت طبعا خبرك موثوق وطبعا او حكومات تجي جهانا اتفاقنا بهذا او يجي دركنا بياسي ده اذ كهنة والتأثير اخوا القصد كي ولا هناك سؤال هذا بلا درك هذي نايفي او اتفاقات او تركام زانه بنتشيا ويوقت زي برسلات دم ساوى استاذ صلاح مش بالكو قناعتي من التجاري افتشتين هذه والله الفيدي يعني او بخا يعني نفسها تركي ترك
قومجي ناخذ حلق شبه اما ويدركبه يعني قرار طبعا بلاد التركي جبه مسألة هاي يعني قلنا صالحي بالشغل طبعا صالحين من تنا شغلي وقتا قومي ناخذ حل شيء ببي انا قومية حكومتي ده انا ما نولي كان حل شيء نكن وخلاص الدعوة اساسا جي دركت شكي دركت دعوة مهبي دركت مهبي خواست يعني واردوغان وافق سري وشنو مهبي ناخذ حل شيء شنو ما دعوي داخل وقتا ناخذ ابزيدي دهديتنا هبدو ديتن تفهم كش وانها بارتيا دم بارتيجي واحمد ترك وقلق زان خوياي اوجي شون سروق ديتن وبهبر اشتغلين يا احمد ترك شو سروق ديت علي اوجي شو بس جبيد يا لقوتن كيش ترك احمد ترك شويه خبر يا عزيز خاص ترى بيشتغل صلاح لا شو ما صار خاص بشاملة حموكي بيجي تشتكي سري تدانينا أو معلومات جهنمة شكو دري جهنمة المقربين جهنمة يعني نج ميتا ونج شارعي وجهانة طب تايبة شو معنى جهانة مثلا هنا كدي تركيا يعني شو معنى جهانة تدبر هنا علاقة تركيا قوين هبن والله برلمانية بخوش جهانة بس يقولوا جمرنا قوتن وكاي كوت تدبيجي برلم أو هردو برلماني نافيوا أو هردو برلمانية كوتشوني بسروق ديتني نافيوا وشنا ما بخو تواصل بواركرية ودهو بيركي معلقة كامل شي قوتني واتشيكر بحسابات شتي كوت تدبيجي نكرنا جاميرا جمرة احمد ترك بري بيشو بيجو جا سروق ديتيا ديشون تاني هابون يكجي عمر اوجلان بو بمالباتيشو وياد دوا دم بارتي بون يك جنك بو ويك زلام بو نولويا دم بارتي ابو دقور شما من هاد بيني اري اشغلنا عائلة تاوينا واحمد ترك نقول شنكة ثانية وعمر اوجلان يك دوا ثانينا غير يا عمر اوجلان دقور شما دم بارتي كريا لا ما رصت احمد ترك بيركا كان لعبه يشتري بيجم او تبدا اوجي ايري شو نجمي اي باشا وصاروك يعني فروت كردستان فروت نا من قلت يتفروت اتفاقي بي وسلاح خدين وخلاص نولويا بقى كينا ما جينا يعني مسألة انه والله دجيه لك سلاحي خدين حتى اقول لك هنا تشنا مضمون طبعا سلاحنا يعني ما نتقوق عن اتفاقي اتفاق سري مبدئيا بهذا ويسرش اساسي ابقى قرشويها تشيبونا اتفاق مسبق هاي النقابة اخ بارتيدا وسروق ده كردي روجافا يجبر يشتغليها مسبق في كردي روجافا يعني با كردي بيجن ولا از كردي هر دريمة يعني بس تباصلي خوش روجافا يا انت جوي دريا محمو كردي كردستاني مرديني جمرديني واحمد ترك شو بو ينادي تبو يجينا ولا بالي واحمد ترك درنا كتنا قلت ملات ولا اجي شو من سروق ديت و اري احمد ترك درنا كت شو ما تقدر كيف تدبيجي وقتها احمد ترك درنا كيف بيشيا ملات حموكي نبيجيك ولا شو من سروق ديتيا شو ما تقدر كيف تبيجي يا تسريبات معلوماته اما تدبيني تسريبات باشن ولا وقتها او نخوازن بيجن وياك وريفي جا و بسر بيني واتشتيانا باشا فتشتيانا تدكي لا ساسا ام سؤالام ابا سؤالام بو اب نهاوي بازي هيدي على كل وهر تشتي البيجمي ابا تأثيرا هنا سر سوري هبي نبي سر كردي سوري هبي نبي بقنجيبي ولا نبقنجيبي والله حتى ايو كتاهنا وتسريبات كن اكيد خراب بيقلكيش هذا استخونات فرجيكم هاد فرجيكم هاجرت كردي مارديني تمام ساعتها تخش
سرهاد وشافيم وده بطال وبطال بكفات تشتغلوا تسريبات ومسريبات وهنا على اساس تشتكي قالكي مظني وكذا وهنا اجبوي تدبيجم ها براي عزيز تتعدل المناطق خوي كردكي هاكر بقصد بي هذا قابي قصدش تفين كجمن وتنا مارديني ونحو جي اسلامك مظن تضروا بكي وتدرك بيت بي مارديني علي مارديني نوك تداخف نونا مشتغليك تاني تاقرت وعيبه وناخوش كاجي ازولو بيجمته وتزلامك كي مظني تجيريز واحترامي سلافي مشترو بس كنت تشتي كنت تبيجي اف تشتي ملتي اف قوتني ميتانا ونا اتفاق هيا ونا بصمار هيا ونا جعا هيا ونا احمد ترك شويه ونا علاقه مش في موضوع يحمو كيجي هيا وفاتشرو كي ولو نبي جاج بركو تدخل زيك وازرابه مزرم راب ما مستوى احمد ترك ما مستوى احمد ترك جيريز واحتراميه وقتها تشتكي ولو جهه بيكو او نابيجن او ناتشما تدرك في حضرتات تي تسريباتها كيما ونحمو مخابراتنا في ملطي هنا ما لا وتشنا بي هنا راس نابن هو راس نابن حتى عمري وهاي حمو سروكن وحمو تسريبات جنو هنا وحمو استغفر الله العظيم ما قلت بوزنا معه عاجز دبن دباشا كي رجع كرمك تشتراز بطاقم ازبيجم دكتور صلاح ما مستر صلاح انا ببراي صلاح انا دكتور انا تقوش بي انا ما مستاي دكتور يجي ومفتخرا بتا ما مستوى كما برا حركه زانبه يعني ماجي هنا وجيري ماجي هنا وريبري ما خندوان وزاناي ماجي هنا از تخازم لي بيجم قالك جارات سر شريت هاي بد اشتغلي تخازم نقطه كي افو في عتينا ها شريت هاي او هاتيه بيجا سر كيد بي مثلا مثلا كمان كردي هاتيه بيرا بعلمني ضربي كيرا واز محاضرات شريت تايبه دين هاتيه شريت تايبه سر مثل الشيني أهريش قوما أفشريت هايبت فهم كرا ما مستا دلالي من نهاو يعني ويروشامة جناف با مخابن يعني أم تشدكن أم جبويكو بين تشتكي خوهو بكن أم تشتكي زاني خواد ناس بكن أم تشتكي ثير ببن أم تين تشتكي بيجن فاي أجي تشنات زانم قربانا تما والله توجو ولاد باريزي أما نبذي الرنجية رحيمن نبذي الرنجية ما مستانها إلو تا خبرك يبقلك بيروز قوت في الشريكو عنها لقراء بندافات الشيني شيدبي راستي بندافات الشيني يعني مروف تقاصر باخفي مروف حقيوي نادي هم بشرفاني هم بقلك وخفادات كي تشور او قلايا تزانيك وشهيد بكذي وتشور تشتكي تشقاص بيروز ومزنا جبويوي متخصص از جماعة مستعي خرابيجم گرک ایرو هر افعالی قلت تقدرت کن تفجیر وزانن از باورم ولا پاریزن بیتری خواه کسی کی نه ولا پاریزن کاری وری جمتا جبر کن کاری قدریات افضل ساله از منطقه خواه في جمع قدرت کن و فعلی شرعي خاص دکن ختيار دران كتيو فقير وربانه وخولي سرو هاتي شرعي خاص مرابكي مخابن بلكي نج نيتك خراب هنا رجع مشكلات زاني تشيكو نج نيتك خراب بيستراكو اما كوميت بي باشترا راس حتى فيكا كو مروف حتى ايرو كو مروف هين شري يعني اسلوب دجمني خو ناس نكي راستي شرمكي مزنا عيبكي مزنا ازبوي فيد بيجم ما مستقركي الكسين كلتا قدرت كن انها قرك الروبلين وا شرو بالجمواها شرو بالجمواها قرك تجيكن معنويات وسر بنفسينن شريكو يرو سادات شين تشدبي يعني في شبابين كو خواواني رازاناواني جبولو ما مستا از فيجد بيجم از خوازم تجمر ولو خوشك فاكي دولتا الترك هيفياي ما يبدأ تشتا معايا لسر زعيف كرنا روجافا يك وخافتنا ريبر ابو جي امزان سري صدي مليون دولتا الترك نكار ريبر ابو بخابيني خودت شكشترا بيجم ويكار بي روجافا مع انه مستحيل يكار بي روجافا بسركة جواونا بس نكاري سروك بيجي از راست اجتمو تدبم اجتمو بيروز بشخوا افيك بمتخصص في خبر دي ياد دو ما مستا پازده می مشکا گلکی برومتو پر گرینگ و مزن گرکه چه ببی
لستراسبورغي 14 مه ایواره هر کس درد کده بشف ساعت 12 وادرا 11 وادرا لپیشا کوملان هر یکی بترن بلا خو باسا و هرن وز بجم شفات بميل خوش وبلك سلاف ورز شباب جارنا جيم هون ومثلنا كرديت بيجي الفلكلوري ما يعني تراثي ما ينان وبتبين استراني ما تدينا سر استراني كيفن محمد عارفة جزراوي وعن أبي خطركو بيتشي غيره بحصات شتي تشيكيناك في جنوعك فلكلورة مثل بو مقوت يعني دعوالي بردني الحموش كيمي حاضر دي كم هنا بس مثلا ككردي ولا تيجوتني يعني نبمعنا خرابوني بو بس شبوي بكفي مجاري ده وري فهم كرنا وش يعني بس يك دقة هذا خوستيا ايفار باش سرچاوا معلومات بدون تحليلات بدون معلومات بدون تحضر معلومات جمرنا لازم كيف معلومات جمرنا ويني ما بس ازي الشوركي بكم بفيجن رجع هرب سركتيه بس امي شركة اللوجستي بكن معناها بفيجن إدارة ما جيشنا عسكرية هالي تندرسي تيدا هي هالي ثقافي تيدا هي هالي بفيجن تعليمي تيدا هي مدينة نظام سوري قال لك بحسي خوي ضباطي خشان درفا وبيش خستن وخاندن دان او كرن او ضباطنا امكان يجي فايدة ببينن انورنا آلي ما آلي تندرستي بي آلي عسكري بي كيش قصدك كيش ضباط ضباطي جيشي سوري منحل لا جمرنا لازم ضباطي جمعه هر شرفانة كيما الويدري بحفظ غجاء ما مستنى انه نا قصدان من انه ضباطي انه قلت اول انت ركن تدريبي والشر ونشرنا ما ايران بتشاوب عسكريا بيشكت وتكنولوجيا او سوفيت وقتها فككي الاتحاد السوفيتي فككي ايران تشخ براء الروس ارهبوا بياني نجم خيال راستا بس اما افنا جمع افنا ضباطي سوري علمينا دزيه وعلمينا تفييشه وعلمي بون سيرفيس الى روسيا كذا قيمتين ما دس حزار ضابط ما يك دو تاع النبن يعني نانا نين يك جوانك شي حموجي قنجوا ديا خوغايه وكم كردي دبيش والي تندرستي والي حمو يعيش جمرة حمونا لازم نضبط آلي تندرستي أما بيجن يعني دكتور وما دكتور لا دكتور يواجه حمو خريجي باصن وهناك تشتكي فهمناك مثلا سوري ديتي علوم سياسية خندية مع علوم سياسية حزب البعث خندية وإيه صحافة جي خندبو كون هايكي كل بيع صحافي مزانبنا وبعثي كوري بعثيايا أو حموش مرنا لازم أو قمر هاي بشتغالي الدوسر يا ما السفينة هات نجحي قلت النبي يا نصير يا نا بهزاري خورتي معنا إن أوروبا خندنا وأزب خوروا ناس دك ما في كيفن وهنا أو كارن قالك تشتابك خدي صحافي خندنا انفورماتيكا تكنيكا خندنا انفورماتيكا ميديا خندنا حمو تشتوانا أمنا بحاجتي وحموانا ويقا مارا وانا حموي بلا جمع بلا عرن الدولة تاخد شك جولاني جيرتشك ما ذاك اوش بلقي جولاني بازدنا فكرا بنانا قد قاعد او غازن بس خبسترين يعني انا بناخو نسترين انا حمود ياخو جايبون دجي ما بون وقت باص ما ابزارنا دجي ما بسيرو بوقت الزليل بيولي الجمت بالشغل ابيجي فايدك لا تفيده وانا كي عيب انه نفيده انا براستي اشترى بيش شبكوا علمي سورينا علمك يزبالي وكوابو اي وزاره بي يعني اي وزاره تشبي قنجي وانا كي قلت ضد ياخو جايه لا لازم نجبني نوع الميوه ونتشكيوا تشفهم ديك هنا ما انا مقالك دكاتره وتشكيوا انا ديتناو ياك دكتور بالعلوم السياسيه يجي وروجا هنا كي مره دركه قصتك وبسياسته تشتغلي هنا تشتكي درنا اخي وعلاقي وتشتكي نبو حمو مساله بعسياب وشوفيني وهنا مش مركي هنا حتى ولو حتى بلكي طبعام وانا بس ضابطوا ما بطوا في سياسة طبعام يعني جراحة تعرف تشتغلوا ايه كرديما مشكلة هنا بس ايه ومن امانافن شو مرنا لازم ما مستتبري ساعتك تقو آلي جريسي بي وسريكاني احتمال ان يزق بابي يعني مقول يعني لازم منقو تقول لازم يعني نيزق احتمال ان يزق بابي تنقو بابي تقو احتمال بابي قالك فكن
قالك فكن فرقة واحتمالا يزيد فابي مشكلة ند والله مش مشكلة ند اشتغالين ده مشكلة هون جارنا جو ونتخوازن ولو يمكن بلو بفسرين يعني هون تخوازن ولو فسرين فعلا شي شبركو تخوازن رزقار ببيا سريكاني وغريسبي وكذا فجروا نخلص طويل ده تولو قوت من أولو قوت مقو قالك نهاب باعتبار فرنسيا وبريطانيا جوارا قوتن قوش صديق وبصحبين وناس صاحبين وابونا عاق وكذا اجلنا وابم ازي بيش كفم ازي بهتر هرم الواقو هدار ناكم جبالكو او ما تيجي منا ما مستا جريس بي وسريكانيش كوبا يرجل لكن بلي عمق كيخوي استراتيجية يعني يجبوي يجبوي كوباني يعني بلي جريس بي وسريكاني بيشتي كوباني دابي شري كوباني صالك يجبر دوام بقي نغاما كوباني اما بوغاري سبي وسري كاني تنبي قال لك زعما سري منو تانا ما كان شربك وخلاص تفهم كلمه شكستن نما شكستن ونقال شربك زي دي وخلاص هر سركفتنا امزالنا في سركفتنا بس انه بس موضوع ما يعني انه بس فتركه يعني سياستي وان جيشكي اجبار اعلام تصريف الداخل اجبار قضى بملتي خد شيء يسسبكن بلي قالك سباس برا يا شي بمني سر چاوا قالك بخير ازاد كرمكا شباش مع مستر صلاح شباش سر چاوا والله إما ولو كدي سؤالي بتشوتش جمعنا أصلا طبعا تخزن بقى تبع بستين حكمتي إنك يعني كلمة لكن نها نتيجة سببان شغالة كردا حموكا أم حزار لايفيدنا نقصد نوج وسياسينا ونقصد نوجي تختورني يعني كهذا درجة كي تختوري من نخوشات قرن أذكرم دواء اللي كاري كتابكم مع مستر صلاح أستخدم روجكت أبي مثقفين ما حمو بقنا هفدو وهكي شهادة خد الخي وللبشي عالمي أقسم بالله فديتكم كفنا لايفات الحمو قد ميزين دكتور يعني أزدبيجم ما حمونا أبونا مسرب بجانزان مسربي غازينا مسربي كنا مسربي شباش وانا تفهم كلمة حمو تسريبات جموانا وحموجي مش حمو كسي بيهتر فهمتكن وعلاقاتي وانا نزل ميمز دوالي كثير تتكم بما انه لايفاتا بلندا واوي خدكرنا سروق واوي خدكرنا كرساني هكي حقا تاخذ الخيام مثلا تختوري شهاده خد الخازوجي كتما لايبه كده نوزده تيدا ونهر نوزده تختور من فديك والله جدا باصطه شهادات في بنجام رأي النوادة تشكم يعني صباح حمو عفوا ما مستحمو تختوني يعني ايش برولو التيك توك كده مع القاب حمو افيتن باعتبار انه التيك توك كده حمود بنا دكتور وشانا دكتورة تشيكا وأتخازن حمو شهادي خد الخل ناخي دكتور نجبالي كلمة لو ذيك كده أنا بطرمة إيكو جمنا في خداني إيكو جمنا في خداني دكتور وإيكو درت كبيد بأز دكتور هربنا أول شاني فيك يا متشي إما أزدا دكتور إما شفان سؤالك إيش تبكم تحجم التي خدكي أنا أسحجم التي خدكم بس الشفان مجمع اللطيخة تمام ما نقدرك تزاني هكذا اختصاصي تشيام نشنا اختصاصاتي غلط خورتي ما بلكي بشيتي شيرجن تختوراني سيبانكي اختصاصي خوش مردلخي لا حمو كيجا تختوري تشيا أنا ما دكتور حمو مسربي أخبارنا ومسربي تشندينا أنزل رسالة هاي أنا بالجماعة أقسم بالله عيب جورا وأم هتكان دنداو لو ما لو أخرى بقيت تختوري تبالا نابي بيجي خرجنا خوشي خورا 24 ساعة سلبي تيك توكي وكتامي جيمة يا أخي ودكتور شعر قطيب سياستي هي أسفين ناكم دكتور شعر قطيب سياستي هي أسفين ناكم فينا يعني إنها دكتور بالسياسة بيقري أبطر موانا بس دكتور شعر قطيب سياستي هي ياكي سياسي هاتي عيادة تاخد قد أجي أستختور كازينا خوشيت علاجكم بس سؤال أنها دكتوري كنت بيجنا تختورن كس سياسي شوية عيادة يقول يا خيو كأسا معي أجهزة نخشيت علاجكم كما تتكلم شغلي غيري خدا دارك موشاني بك بحثا نخشيها بك بحثا اختصاصي خو بك كس على كل جانب ان شاء الله تشتكي بين الدكتور نسائي وتمشي عالمي الشرع جيبكي والله بتدخلناك شغلنا شغلي مية وناخدك مشي جمهوريتها يا موسى صلاح جمهوريتش كان بيدا جواناي فكرني أنا رسالة غاندي جماعة ميت خشية دا هل كسي ودكتور دي جاري بيريز وحرمت
ما مستوى الدكتور القيادي الشهيد محمود ميزيني أغنى حنك يقدر جارك يقول خلاص دكتور نسائي ما واسخوازن وشانا در كفم بقول أريتي وشانا در كفيتي بتشتغل يقول بسياستي مو أنا باختصاصي خو در كفم مو باختصاصي خو در كفم قول يعني تشمك مسؤولي صورة دينم واش خلكي راه شرحكم قول باختصاصك شما تم سياسة تشتغلي تمام تصفاس كنا مبسوط لازم يسأل بكي خورتما يعني أفضل واقو خبي خباندر ملت حمونا بسياسي ملت حمونا بدكتور شما ولو نباش خود شيء نفهمنا كده يعني كردك باشا از وكر خود كردم ووكر خود دنجي خواز در كفم تركيب ميزاني نافش خود در خصنا حجماش خود شيء كن نبي قلنا نبي كي بنبي كي خراب كي يعني قويك بيجي إنسان كي مهندس تبيجي دكتور وقت حنكي خبيت كي وتبيجي كي محامي دكتور وقت حنكي خبيت كيش برجو هر كسي خوشة بنبي خو قد خويا هبال كي تختار أو واسطة تختار جماعات زبوا دكتور مصطفى سلاف ورئيس جيمني تمام جالك سباس جالك سباس ابو مقام نظام قال لك سر اردو جامعة دكتور آزاد تسر سري مسر جاوبي ما هاتي كاكي فرحان كرمك جماعة آزاد جيب شو بينن وجي جارنا لايفات فكي رزو سلاح وحرمان تشتغل ميغان التحميل سر سري مسر جاوبي قربان ما مصطفى حفتيات شو برسياركي ألمانا شو ماذا أنا برسيارو چند رو تجي بحث نكر نوزنا بيجن بيراتا أبيك شو تركي؟ شو تركي بله ونهات زانه بس تدي أو شيرو ميرو شيء ونصير لايفه ما بدرتن ايه وشو موضوع دوي وقتي خدا خوش بو دونا بريد سيشارو جاوب ايه أبيك أدوات تحركات شركات باشور دقالك زيادة بنا خاص نبينا منطقة يعني يكتين اجتماعاتو ومحرد حركات وان قالك دول دخلت بنا و الزجوة كان كازي بيجم عصفورة يرو قورتن نسيقياتا اي وش باشور شركات اونجو حاضريا خد كان كسينورا نبينا وان تشيكنا ايرو ليماني سينورا نقبنا كيف كده تشكنا نبينا آلية سليماني وأولي ريماند يعني مناطق بدا بارتي ديمقراط نعم زحمة قالك تشينا بيفتشتي هنا أهل سليماني بخوش قبولناكم هكا كان اتفاقي حكومتي تشيكن حموتش تخلص ترك لازم أخو بصعبين ترك نيزيك جيو أخو صحابين نجوش ودي ربنا زود دريج ناكم سلام بشام هوالي محمد هوالي براي صلاح ودي وكيل النسيه جاري فيسبوك مبارده كري حاجة بازدر كما زجور بيجم بالنو فيسبوك انا كم حزار وبين سطح بني يعني حركة جار كي تاني بارده بك ندها ونبينجا جار كي تاني بارده بحزار وبين سطح بارده المشاركة قربان ارجع بلوبن فيسبوك واقي شاهنة توكي واقي شاهنة يوتيوب واقي شاهنة بخلي التليفون انو زارو كي مقش مع مستقى قاعدين ميمو بس يا زلمة كيراك تشيكرنا يا هلي مهم يوتيوب اشبركو يوتيوب قالك يسفك السوري وشخاصي كاربن من اشترين ما مست فيسبوك فيسبوك جي هلي فيسبوك انا كازوش ما غابا ما قوب كملي جبوك انا صاروا كلام دجاري بارفكري تليفون انا اوجي دجاري بارفكري صار شخصي وكيدين صار جروباتا سيشار جروب بين جروب مهنا مسوان بلاكن وكيدين جي ايه جاي عقارات انا ايه سران انا ايه جروب شيفانو كان من واجب بلادك حتى لي اوروبيا جنب بلادك ببلاك اهل هنا ويبين نبي نجي هنا في حرير فيديو وارد خينا بس بشي ورا جنة جوا ببلاتي وكردايتي اقل مش خواه حزك ولاتي وحزك وما تقازن ملاتي مهشيار بوزانر نكف شريط هايبت امي وقت جيرو كابكن بس نابن ببريج بكمك كاميرا ورجو سلام حرمات الشباش شباش قالك بخير سباس كاكي ام جودي كاكا خوشكا ديار تخوزي تشكي بيجي براز مرحبا شو تشاو انا سرسري مسر تشاو تقول كاكي ام جودي ده دكتور ده حرفي ام دمام مستدهي وده حرفي ام دبحمدي دب الممستهي اخي دمام مستدهي
خيو من سؤالك يكربا زي سؤال أخذ خلاص كم وزي در كلمة قلت لك تهابو ايرو تقخال كده تقول سروق عبد الله وجلال دعوة أقليات التركي كدية إنه بوهاروني بلي هو مشكلة حل بك راس تنولو بلي تقولي برلمانية قلت إن إيه شو جميع أزنا شو جميعها والتركي قبول بك إنه أقليات بشين جم سروق عبد الله قبول كان جبركو فكرنا إنها مسألة شبو مسألة حلي وأنا يعني بشين قوتنا الدولية جيتي هنا وقبول كان برنجكي برلمانية دم بارتي يكون نكرت أول شيء أوي هرن وأوي دور هرن جملتي خو وقاداتي خو أنا كل وروا شيك بكن بوار بدنك بكن ترتيبات نجيرانة بس هي تشيك بهي تشينبه يعمل باوريام تتخوزي بيجي باوريام تشينبه ويتجريد سرسروك وبيش بركو تنازل تشينبه سباس بي عزيز سروق ناس ذكي إنه أفتشتي هاني بلكي تشينبه إنه تشينابه لا تشينبه إنه أو تشينابه هل يا ترى أف قوتنا سروق نزمي قوتنا وك إيه ما يشتغالي كي بيشتغل ويشتغل بقرنا زان بيتشد اشتغله راسنا راسته بلي اشتغال يا سروق هل يا ترى أف اشتغال يا سروق إيش بارتي كردا إيه الباكورة رسالتك جمال شاندي جارك دي بيجن جبركو خبرك هذا زي بيجن المرتزقة أو العرضية يجبروا له براي عزيز مرتزقة تهرب من ضرباتنا بعيد عن أبو قلقل 10 كيلومتر تقريبا مش أبو قلقل باصدان بده كيلومتر زي دتر حتى أنا 10 مرة دوامة جارك دي دوبارك زحمتنا بفرساتها براي عزيز السروق ثاني انه افقدنا قوته انه تركي قبولنا انه شي مكونات هذه اي اقليه التركي هبه انه هاري بسروق الروني افقدنا ويدا ان رسالتك ايش بارتي كردي باكور انه وين هارن اتفاقيه باي اقليه ربكن اكيد وما كتن حركه واش ما دام هاي ماشي هي كتن حركه داري باقلياتك الشير انا رونشتن بعلويان رونشتن ابراهيم يزيديان رونشتن باللورارشت رونشتن بحموية رونشتن وهيجي بردوامه يعني وبرلمانية مي ايكو دم بارتي دو قالك نبس برلماني تاني اندامي بارتيات دم بارتي قالك جوان ملطيدن هنا نبس كور تاني اوجي كتر حركة ده تمام وازي قلت لك بيجمع بس نسوال ما مستجانات الدرس كيف از قستيد خواسي اجي ما مستبحمد يعني از قستيغو اشتبو خوازم تمني دكنا بس ام ديتا انه سؤالاتي مهنن از خوازم اشتر بيشمه قال لك يعني از متشدد في بسؤالاتي سروق يا مثلا قلتني فان سياسي ده تمام ساعتها وخش مالي افاضل لك بخير سرجاوة اول من الجبل تيجي مع مستوي لا يا اخي زمان مستلم والله العظيم زمان مستلم اسمع المية ما تعلم قدنا ما بقول يبقى سيكي قرانا ما بقول يبقى سيكي عايز ما دور بيجي ما مستني يا اخي شيفي مطعمها بطرفانها شعبي يلا اخي وش انا الصراحه بشتغل لي بني لكن استخدم ده ما بس جارك ايش ما شاء الله قلت له برام شو بينج بخط از بيفيما اونك كي ديار بشو بينج بوكار بوشانا فكي او جي ستران كي كردا بله ستران كي بيجي ياك بتوچك جبوي تا بشو بينج ياسبر كخن زمان ليش بولد خوينا تشي جمنا ولا بلا وقت تجم دركتي دشبي وي سورة الحسين ايش عرضك أرياض جمهوري علي بن أبي طالب الرياض أنا الجمدانة مستري من هناك بس وضعية محاربي بس 4 ساعات أبو دركت البيشيا مش برضو تهديداتي وأضطر دركت البيشيا ما بيشار بك تمام خالد برشاكي بتشوف جور بيش دياري تو كسي حاضر بك تمام زنده دلانه هزاران نشد گانی
وانا بس خيالين صدق صالح سر بهوري انقردو كل صور من خواستم بربري وانا بس سينامي فرماني للسر من بوري روش خطيه كنت نفير يكسر مالو صلاح قال لك صورة معفو بك زانا ايجو ديار رجابا ناس دكي نقص بحثا خد از دواري موزيكي ده از سانكي اكاديمي ناس كشاونها مولو از دستريم قال لك سباس دنجيتك قال لك يخش براستي ويتصاب بس انا شرب نفس اخر دك مش برجو از يلا سلامتي ان شاء الله وقتها باش بيبي جارك التركي وين بس درفتك انت بدمي قال لك سباس بكرم باكستان بكرم شيعة بكرم حركس ياو تكنجيتي سر هردو تشافا وشاناتا بس فيديو امشي ايش هذا وشافتكر علي بن ابي طالب هذا بيعمل مصرانة كل سر جنرال مظلوم عبدي حاضر كي طبعا اوجيش قوتني من الاسلوب اللطميات اي اظن موجي ترين دكي بينا لطميات وبلكي خوش ما مستا ابيك واقع سديش بيدار قبا داخل حركة مرف علي كاربرا بيجي جولاني بخوا بس باسيادتك ما مستسر بي قالك سباس سر سليم سر جعبا تداخل تلماء به الترندر كافيه بس جبوا سورتي عبيني بدلا إعادة نشر حذر إعادة نشر جوال فيديوهات على السيرش شيكن ودركة بس قال لك سباسيادتك ساعتها هو خوش تمشي عبي وكشا قال لك سباس كلمني دير السلام سباسك شنقص ناديجي درخن قال لك عكيس خوستيا أجي زي بيابن يعني جبركو قال لك وقت جي منا ما بيصدق كمان ثاني ما بس صلاح از راستين تشتيم قوتي بلكي مبرنجا كي حناك قوت بس أديسة تحداتكم أبيشم أف كسي قونا تختور عيبا خو 24 ساعات كنا تختور وحناكي خو في مدتي تكن وخسر سري في مدتي مزبكن هل كسك الفيدري هل كسك الفيدي والكيجا نبرا أخا كردستاني وجدر بي أخا كردستاني تكردي مفتخر بكردية أخا نا حجتنا باش خالة تشيكي والله يا زبرجي كتما وشانك إذا ما مصطلح حفدبون وهل حفدة داني بون دكتور يا خدير تشيبوا المستشفى رحيمة تشمية كينا خوشة الخوار نخوشون السنة تصام بقول بكرة قد أبناء حمون يعني لا لازم أقول كلش خد صناعيني قالك من التيمانك يجولو زان التربية يجولو جيل التربية وتشحش تغاليا ما موستاتكن يا أول حيوان وقتاش برد بما موستات رحيم تشيمة مش تغاليا ما مستقود كش تيك توكي دكتور نرجع بين دركات رجاء بيبينا أم برنجي خونها مثلا ديار دركات ولو بدنجك يخش وخورتك يكرد كفاية كي جيرتي بله وأسلوبية تصنع جمالابي لأديسة أستر تحديدكم وأستر الشر لزم دو أجمرة داخل سلبية تيك توكي جو شهادة تختار بني ورابي مدى باي لورانس بين صالة نبخون كربون دكتور تالي سنة نبي دركات بين صالة خد كده دكتور تالي سنة نبي دركات عيبة تزوينا صلاكم كيف أحسن مقر كردي تخص سلاورز ما وصل صلاة شباب ينخش سرچاوا قالك بخير كي مارتين كرمك أزم هردو قستاجيبم وأمي وشاني قرن سباسيواتك مرحبا شتاب رئيس أستاذ مرحبا سر سليم سرچاوا ناوي باش سباسيواتكم رئيس أول شيء ساعات خوش جبو تنجي ديار ولا دقيقة يقري خوش بو وهذا دوجي كاكي آزاد شو أستختار وآزاد شي كوده حلقتكم نبي چياتا برا أسبوع جديد بوا تقو بكي هذالا آلية الحافر تقو بكي الحاصل وتلعران تقو ميزيكي ويدرينا وسكنين يعني بيش ذات شونو دي؟ ميزيكي وسكنين أنها يعني تبجي هيجي بيش دار؟ حتى فترة كا ضغوط صروا أنا دولية وأنا بشكل إنه قال لك بيش دانتشي بس وين هارن تالي ايوه ساعات خوش ورحنا اللي بقى بتاخد الفرازي سلام سرچاوي بعدين الشهر فارغاس داري دا نقل اسناور اظن سر هردو چاوي قال لك كيف خوش سر سلام
كيك بارچه ایوار باش مامسته ایوار باشتر چاوا مامسته جبوی که دیار نهاجو زي استرانه كسر جنرال لخم اسلوب لطمياته بري ام عربيها ما بشي عبد كي جاي الراسي ما بشي عبد كن هاق لطميات ديها راستا مامسته نها جولاني يعني الدولة حما اعتراف بيكري رئيس مؤقت انتقالي ولا دولتك غير تركي بيها اعتراف بينكري ولا اي دولة تمام وجولاني حتى انا هذا يستاهل هذه ديه دعوة ابدا الاستار هذه تمام دعوة جيرج عراقي هاتي بهر عراقي جي والنار نوير ويجي بقرن ايوه هذا تخازم لي برسي بكم باورناكم مرة ويجي بقرن جبر حكم الاعدام يصير هي العراقي ايوه متخصص لي برسي بكم جبر العراقي او وقت وقتي حكم سردر خستري جبر قالك تفجيرات عراقي شي كرنا بلي نكار قد باورناكم محري عراقي لانه اول شيء غير معترف به وقتاوي بقرن كاس نكاري بلكي تدخلاتنا السياسي ولو شيء من هنا نزارم بس باورناكم كار بيهر وما مسا هجر هرا عراقي بقري بلكي دور شر سنه وشي على الكل معقول تشتغلوا شاما وقتي بيقرتن بلي وقتي هر عراقي وهاد قرتن بلي الرئيس سنه والشيعة أشكال دس بيبكي معقولة؟ نار نار يعني باورناكم هر ويبقى عقل بكوهر ما مستعد تشتكي دي أو تفجيراتين اللي بتشيد بون تقرير إيطالي بركات وثبتان بس بيبكي بلي بتركماني شما إعلام صار قربو شما قربو كسر ما بحثت كوجش بالكو اعلامات زعيفه واعلامات تركا قال لك قوينا ما يترك بحث اخو كان ويبي ولا بريطانيا قلت يا امن اللي راسته بس ام دبيش يعني ما قلت يا روجي بس كافي ما مستعد خطاب ترامب جبو غزة جي وبيجي يصير تتبيجي جبر دولات حملوه حتى اوروبا جي تبيجي تبيجي تشينا تهجيرة بيت غزة هذا شو؟ نقول ترامب لا بل ترامب قلت يصبح يا ساعات يك وقشا درنخن اتفاق حمولاغي وزيل غزة يبدا مرينم وأنا أعلان كري بيجي ستفتح أبواب جهنم باي إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن من غزة بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت فسأدعو إلى إلغاء وقف إطلاق النار. إسرائيل بوزع إلغاء الاتفاق ووقف إطلاق النار إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن يوم السبت. سنفتح أبواب الجحيم إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن يوم السبت. أعتقد أن الأردن سيستقبل اللاجئين، يعني هناك يعني بيجية والله أردن جوا استقبالك ومصر جوا استقبالك ونبكي فاخوة أو ممنون أو ممنونش. تمام أستاذ باس سر سليم سر شعواكم أزبيفي ما ونحبوك كي إعلامي مراد بشوبين بس شما قالك زوتر دركت وانا كي مراد أولا دركتني بس صفحك خويا كابن بقران ما مستعبارات إيفار غير سر شعواكم دركتم جوزي بيجمت تغيير وخجلك خوشك كريا وديت الشعباء بستريني بس والله أظهروا لهم بالعادي لا ولا تغيير خجلك خوشك كريا ما شاء الله والله ما مستعزاتك قوتي قدركم قولم صفحك خويا كابن بقران نعم أنا دكتورة ونما ما مستير رفعي بو دكتورة هذا نبس دكتورة قديما مستكة ودكتورة جي وهر بيجي جيراري والله كتشاوي ما مست ان شاء الله تباشر والله الحمد لله باشا صعب تشاوي حديثات قلناكم بس ما خلاص وحديث تقريبا خلاص كي اما دوزة كمان وزي قرب دركبه ناس خلاص كذبتنا انا خلاص كي مراد خلاص دوزة دقة يعني دوزة دقة وزي قرب ساعتها تخوش وهر دمجة وكا قوتي ساعتها تخوش بي وسباستياتات كنسر بي وشانا خوش قوتي دي وام دخوازن هر دم يتولو بهناتا قلكي فرا مع انه جاري ما تقويا وقع بهنا بيطنقع وقع بهنا يطنقع نعم والله بهنا قلكي يطنقع هناك ترى درت كبن ولا بهناتا فرا والله السيجارة مطلبا جيستيكر بس ادمنيتا ما شاء الله وديت على عمري ادريش كي يقولوا مرينا يقولوا رازاينا نزا نعمل تشيكا مسألة قصة مش نستحى ممكن درخص ده
وا امش دستي ما مستعد آزاد در نخد دكتور نا زي وافقرين در نخد دستي كي درخي درخه زي وافقرين بس دهو فيلمك شكرن جبر ولو ما الناس ده مداري تذكر والله اجي عاز مختيته وشان قرت والله اجي بهنام تنك بتراسي دي فرعان والله كي مراد اصبراس تشترى بيجن از دمشن نجيم الهفدود كيفن از بشر خورتكم شنو بهنام من بهنام فرح والله بدي سريت وزاركت صاحب الشبيدي ناكي يكي يعني كادرو كي مزن دنك سر وصاحب جمرش يام جو خير شاج وشانات دركتم جو كاغو داري ما مستا صلاحكم جو اقول لس جو دارتكم نقطه تبحثام كرت جو ساعتاي خوشامم جو اقول لس جو دارا بيتكم الزانم جو شد بيجي ساعتات خوش ورحمه الله بابيتا وسباسياتات نوكو غوتيم برايا بدون تخازم بالعكس ايه قنجي جيمك وتشبي جي الحياه تاخذ جرج بيراناكم والله التقنجي من نكريه بالعكس قنجام صار منها اتخازم دنجيتا وشانات بقي هر كسي كرد اتخازم بقي هر كسي انساني جو ناموت سريوي ذهبي شرط سريوي ذهبي وكردياتيت سريوي ذهبي اتخازم قول الجن تبن نشر جن كسي دي وای گو عقلی واد فسدین و معنویاتی وادش کن اد خوازن گل جم تبن براستی یما ام ویتش تی خوازن ام خوازن ته هر دمی بردوان بکی وکو گوتی و حمول جم تبن و اب کسی ما خورتینا خوینا و گرم راستا یعنی زود کبن هنگی خوینا و گرم و هنگی کردستانینا سریوا اهلی و ساق و هنگی کردستانینا گود بینین یک خبره که دکیما حمود براي مراد تشتكي اشترى بيجن باعتبار كادر ومادر وهناك حموجي قهدار دكانو رجع افاجي بياما مبريان هاجي مجوارا قوت مقوت هون قواتا هري قواتا نتسوريدا هون حمبو ارهابي نما يعني نظام جيتشو ايراني جيتشون وروس جيتشون وهنا فقهو خو ندنا امريكيه وفرنسيه وقف بيام متخص از بيجن بري از بقرم جبونا امريكي وفرنسي او محتاجي وانا هونج اوروبا دفي بيش نوانا كي هوني ولوكن نا او بيش نوا ترى او نقارن نما قارن استغناء جوابكن وافنا بريانا همج قهان دا الورج الخارجي وجارك التركي الصباح ازي جارك التركي جي بيجم مقهان ديوانا واش ملاطيك كرد رجل بيجم قواتا هري قوات سر عرضي امن ويا ديمقراطي امن ويا املا منطقه حموكي بمافاقري دايا اي دي تركي حمو ارهابينا وزعيفنجي ووديت ايرو ما تشبسري لشكري تركاكر ومرتغزاقي وينك حمو يجي كرن فاش اوروبي داكو فرنسي بيجنا وامريكي بيجنا ولا الفرشر نكا ولا الفربكا ولا الفر تسليم بكا بيجنا بدار كفا وراستيجي بيجنا بدار كفا نكاري دار كفي تشتكي ولو نمايا اري تشتكي ولو نمايا خدي بوستا كيج عرضي ما بشتي من بيجي قلنا سلم عند واني كيج بو خاطري ايريشي مناطقي منكن بوستا كدي نكارم ببن وبسري زاروكي متصندات المنينة يقو ده دنج مرشيان دي كوري خالتيكا سيدة الأولى دي دنياي دا إلهام أحمد كوري خالتيكا وحق دنج مرشيان دي يعني حتى أوجي قودالية تكون براي شهيدانا زارم بيتشتيانا براي عزيز بس أمسر وشانا نابيج براي شيرفانانا وبراي شيرفانانا قصر عردي كديدي كل الروج آفا بسري زارو كم سري زار بلي بس تشتغلوا نبيج عزانا سبا سروت جزيكم قبطرة بيشتغلي سراردو جافي من نام بدرجة هانيك يعني ولو كادري مازن داري تتكن عزانا من باكورجي داري تكن باكورجي باشورجي داري تكن وكا قوتي فاي قو درتكبن وسوالات كن جانا بنام تو وكا بيقو نا دركتي بريا كيليكا كي دركت ولو تشتغالي كا قوتا ونابي علي وبيشتغل تكملان يعني ولو تشتغالي كا وتقو ونزا كيش وجم سروك وكيش ونزا تشلو يعني بنام طلبوا مطالبة شيابة كي 5 دقائق مطالبة شيان بس قبول لك رابو مديسة كشان نعم مدرساوي داي هذا بجي قرأ مدرساوي وغيري ويناكي نفس الفكر جدا قصرناك امام استاذ قاسم درجة تبقي خورتنا وكسينا لروجا باوس قلكي وكو قوتي كي بخشن قوت سر فيسبوكي بري يوتيوب يجي تنشر كلونو كسيمة كرد الروجا أكتر شي سر فيسبوكي داريتكن اتخوازم تقلكي وكو قوتي سر بهردو منصاتا برسين تيك توك خدي
بلكي نها قالك دبيجن انه والله عم تاثير الروج عباد كن سر تيك توكي ودي الروج عبا تيك توك كس نزاني نهاي نينا نيكي في دي جيبكي اصلا ناس نشر انها حلقه كامل يصير يوتيوبي وصار فيسبوك يجي ناري والله اتخوازم تقولوا دنجي طبقي وكا قوتي انقلك ممنون اشتا قالك سباسياتك كان بعد كارياي وقت اشخو دنجي متجيب رايا زمان تحساب دائما تحساب دائما بيش حسابي محمود شوطي انت دائما من جبروا از دركتم سباسياتك انا ما مستعم انا راست معكز فيديو انا درت خم صفحاتنا ما زن وكا قوتي اختراع كرم قالك صفحاتين حنجي بلاغات لي خستن او تشون بس صفحاتنا مني كابن هبون از كتما ارقامي خدا وكا قوتي حظر سر راكرمو از در كتم يعني مناسب حكا خبقرا مثلا حفتي هزارة باش ازي صبح ديسا فيديوهاتي خباليشم يعني النت تشتاك اللي بر قوتني قوتد بيجي ما مستا لا قربان محمو هفدود كاملين نحمو مهمن بلي محمو شريب تايبت ديكي زانيش بتشدر كتما فال مراد ما مستا مراد كرم كمان وقتات تدريجي ما مستوى الشباب حمام متابعي سلاكن وبلاقي الصفحه يبخن بكن امشي خلاص بت في قاسي مواصفات ده تدركت تدري ما مستعزات نولو انت بدك تشتغل قهوه طيب شوفكم دكتور شوفكم وما مستوى انا حبوبين الدكتور بني مهندس الدكتوري خلاص ما مستقوت عم يجي ربيجنات الدكتور لا دكتور زاد انا بيجي ربينا رفعها رتبة استاذية خلاص بو دكتور خلاص او خلاص مازال ما مستصلح قلت الدكتوري خلاص الدكتوري ما دكتور شيء شدري نبي تتكلم حمود بين دكتور هنا او حمو سراف دون ايجانا فراغ قدراوية شوبي قال لك انا ناخذ دينا دكتور ام بروفيسور ام اعلامينا وام زاتشنا خذ يا محمود رواج ما وش غيري ما خذ يا محمود رواج ما في اريان اقسم بالله باشتغالياتنا قول هناك باش نم دكتور باش تبي اشتغالياتنا والله حمو دكتور انا قبل ما اخوين برجي والله العظيم او حمو دكتور السر تيك توك انه جانا فراتي تشوبي دكتوري وتبعني دكتورة يستسريوا وآزاد يوكا قوتي قلق كديت كي بركي كسني وناس ناكي زيدا بس خدي تشوى شاناق وغلطي تيدا هبن وشاشيتي تيدا هبن يمزينو قو آزاد كديت تيدا داراي ستيدا حلدكي عريب خدي لا شير دبجي قرا لا شير امشكي وسيد ودن بلا خجيبك وقربان شعبيتم ابازل ما تشتكم عريب خدي بجا بلا امشكي وشان بشغلي حنكا مزاج يدري بلا بشغلي حنكا غمينا يا خوش كبراني برز ايه ما حموشكا ام ترصد بردي ما حموشكا بيجا زي بس يوتيوب فيسبوك يقرم زي يوتيوب فيسبوك يقرم خاطر خوش كبراني برز زي مداوية برنامج خلص سر فيسبوك ويوتيوب شباب من حمو خوش هناك جيتي ذهب ونيرو دعوة لي بردن دكا ما فتشتكي نورمالا سباسيا وتكم وشباب مني خوش اميل سر تيك توك بردوام كم